وحشتني جدا يا اسطوره، حاسس ان بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وجاي لك النهارده بحكايه بطلنا يوكي ملك الشياطين اللي بيقع في حب واحده من الابطال، وفي عالم المغامرين وسط السحر والمعارك والوحوش اللي ممكن تنهي حياتك في لحظه. كان المفروض البطل يفكر في النجاه او القوه او حتى انقاذ العالم، لكن اللي حصل في الانمي بتاعنا كان مختلف تماما، لان وسط فرقه الابطال كان في بنت كيوت جدا خطفت قلبه، وملك الشياطين بياخد قرار غريب جدا وبيعترف لها بحبه في وسط المعركه، وبيقرر يضحي بحياته وشخصيته الشيطانيه، وبيتحول لبشري مغامر ضعيف ويبدا من رتبه اف. فيا ترى ملك الشياطين يعرف يتاقلم على الحاجه الجديده ولا لا، وهيضحي بايه تاني عشان يفضل قريب من حب حياته؟ ده اللي هتعرفه لو كملت الفيديو للاخر. فعايزك قبل ما نبدا تنزل تعمل اللايك وتشترك في القناه، ونوصل الفيديو ده 10000 لايك اساطير، وطمنوني عاملين ايه في رجوعكم للمدرسه. ولو شفت الجزء اللي فات من حكايه يوكي روح على الجزء الجديد اللي هيظهر لك على طول. بيبدا الانمي بتاعنا قدام قصر ملك الشياطين، وبيظهر فريق من الابطال موجود قدام القصر، ومهمتهم ان هم يقتلوه في اسرع وقت ممكن، والساحره ماكينه بتسالهم اذا كانوا مستعدين، وبيتكلم القائد يونج في قدرات سيد الشياطين، وبتعرفوا ان هو الوحيد اللي هيقدر يهزمه، ويونج بيقولها يلا بينا نخلص عليه، وبتكون معاه الكاهنه سيليا والفارس رافين، واول ما البوابه بتفتح بتظهر عيون حمراء في الظلام، وبيكون دي كلاب ملك الشياطين، وبعد ما بيخلصوا عليها بيوصلوا للمساعد بتاعه، وبيطلع دراعه اليمين واسمه يوكي شيطان الدم. يوكي بيقول لهم ان عندي خبرين، الخبر الحلو ان ملك الشياطين موجود فعلا، بس الخبر الوحش انكم مش هتعدوا من هنا غير على جثتي، والماكينه بتضربه بكره نار عملاقه، بس الكره بتختفي قبل ما توصل له حتى، ويوكي بيقول لها انت عاوزه الضعيفه دي يا بنت انت، شكلك ما شحنتيش العصايه السحريه بتاعتك، وبيهجم عليه رافين وبيحاول يقتله بالسيف، بس يوكي بيتفادى كل الضربات بسهوله جدا، وبيجي الدور بعدها على القائد يونج، وسيليا بتدعمه بسحر البرق عشان تعزز ضربته، وبيوجه ضربه قويه لشيطان الدم، بس يوكي بيضربه بقوه الظلام، والضربه بتوصل لهم بسرعه وبتقضي عليهم كلهم، وبيبص عليهم وهم مرمين على الارض ومهزومين، وعينه بتقع على الكاهنه سيليا، وشكله كده معجب بيها وهيودينا في داهيه. يا عم انت جاي تحب واحده من العدو، ما تفوق بقى. وبيقول انا شكلي كسبت اللوتري يا رجاله، وفريقه بعدها بيوصل المكان، وديوكا ابو راس مقطوعه بيتريق عليه، وبيقول له انت بتبص عليها قائد، ما تحترم نفسك بقى. يوكي بيقول لهم انتوا اللي جابكم دلوقتي، ما حبكتش يعني، انتوا مش شايفيني مشغول ولا ايه؟ ديوك بيعرفوا ان هم خرجوا اول ما لقوا الدنيا هديت، والبت التانيه بتقول له انت شكلك مش تمام يا قائد، ويوكي بيبدا انه يتعصب عليها، وبيقول انا مش عارف اعمل ايه في الجثث دي بصراحه، وبعدين بيأمر ديوكو فرقته يحبسوهم مؤقتا، وبيعرفوا ان في قريه قريبه من هنا ممكن يرموهم مع البشر اللي عايشين هناك، وفعلا بيسحبوا الجثث بره البوابه، وسيكو بيعرفوا انه ياخد مخالفه على الموضوع اللي حصل لانه كان لازم يقتلهم ويدي تقرير لملك الشياطين، وبعد شهر واحد الخبر بيوصل لزخيل، ومش عارف ده خارج من جهنم ولا ايه الاسم ده يا عم انت، وبيقول ان حزب الابطال ما بيتعلموش ابدا، وكل شويه بيبعتوا فريق ياخد على عينه ويرجع تاني، وبيسال يوكا عن عدد الفرق اللي هزمهم، وبيطلعوا 13 فريق لحد دلوقتي، وزخيل بيتريق عليه عشان بيكسبهم بسهوله، وبيقول ان الفرق دي شكلها تعبانه قوي، والا ما كانش واحد مبتدئ زيك كسبهم بسهوله، وبيفضل يضحك عليه قدام ملك الشياطين، والملك بيبص ليوكي بنظرات كلها شك، وبيساله انت ليه ما قتلتش افراد حزب البطل. يوكي بيعرفوا ان دول شويه مبتدئين ما يستحقوش القتل حتى، وما بيكونش عايز يفتري عليهم عشان قلبه حنين يعني، بس الملك بيعرفوا انه لو ما قتلهمش المره الجايه هيخلي حد تاني بعد كده يقوم بالمهمه، ويوكي بيكون خايف على سيليا جدا، وبيعرف الملك انه ينفذ الاوامر المره الجايه عشان لو سابهم عايشين هتكون حياتهم في خطر، ويوكي مش عايز يقتلهم لانه شايف الموضوع مش مستاهل، ده حتى اخر مره هزمهم بصباع رجله الصغير، وكده كده العالم كله هيخضع لملك الشياطين، فموتهم مش هيغير اي حاجه يعني، وبيروح بعدها يزورهم في السجن، وبتبدا المعركه بينهم مره تانية، ويوكي بيصد ضرباتهم كالعاده، وبيرزعهم هما الاتنين في الحيطه، وماكينه بتضربه بقذيفه النار مره تانية، ويوكي بيلاقي سيليا بتعالجهم بسرعه، وبيفضل يضحك عليهم عشان مفيش فايده فيهم. يوكي بيفضل يضحك وبيقول له مهما عملت مش هتعرف تهزمني، وشكلك كده عايز تجرب ضربه الظلام مره تانية، ويونج بيطلب من سيليا ان هي تدعمه، وفعلا بيبدا انه يهجم عليه بضربه السيف المقدس، بس يوكي بيقدر يصد الضربه بصباع واحد، وبيقول له يا ابني مهما عملت مش هتعرف تغلبني، هو البعيد غبي ولا ايه؟ يونج بيقول له انا ما عنديش حل تاني ولازم انا اكمل مهمتي واقضي على سيد الشياطين. يوكي بيقول له ما عنديش مشكله سيبكم تمشوا، بس عندي شرط واحد صغير، وهو انك تسيب لي البت القمر دي هنا، وطبعا بيكون قصده على الكاهنه سيليا، طبعا كلهم بيتصدموا من كلامه، انت بتقول ايه يا عم انت؟ يونج بيرفض على طول من غير تفكير حتى، بس الساحره بتقول له احنا لازم نقبل الصفقه. يونج بيستغرب جدا من كلامها، وبيقول انت بتقول يا بت انت ازاي نسيب واحده من اعضاء الفرقه بتاعتنا؟ الساحره هنا بتبدا ان هي تتعصب عليه، هو تقول له فكر في الموضوع يا عم الغبي انت، يوكي يقدر يقتلنا في اي وقت ممكن، والكاهنه بتقول له انت لازم تختار ما بين انك تضحي بكاهنه واحده ولا تضحي بالعالم كله، على الطلاق الساحره دي خنزيره. وسيليا فجاه بتقول لهم انا ما عنديش مشكله وعندي استعداد اضحي بنفسي بس انتوا كملوا المهمه، وطبعا كلهم بيتصدموا اول ما بيسمعوا كده منها، ويونج بيعرفها ان هو هيرجع لها بعد ما يهزم سيد الشياطين. الغبي ما عرفش يهزم المساعد بتاعه، اقنعني هتهزم ملك الشياطين ازاي؟ يوكي بيتريق عليهم وبيفتح لهم الباب، وفعلا هم
الثلاثه بيخرجوا من المكان. سيليا بعدها بتساله انت ليه خليتني ابقى معاك؟ يوكي بيكون مكسوف يا عيني ومش عارف يقول لها ايه، وهي بتقول له انا عارفه ان قوتي مش بتاثر فيك، بس ده مش معناه انها تستسلم بسهوله، وبتبدا انها تهجم عليه بقوتها السحريه. يوكي بيقول لها استني بس يا بنت انتي، انا مش عايز احاربك ولا حاجه، وبيقول لها استهدي بينا بس انا اسمي يوكي ودراع ملك الشياطين اليمين. سيليا بتساله انت بتعرف نفسك ليه وانت ناوي تقتلني؟ يوكي بيقول البت دي غبيه وما بتفهمش ابدا، ما انا لو عايز اقتلك كنت قتلتك من بدري. سيليا بتقول له تصدق عندك حق، امال انت عايز مني يا عم انت؟ يوكي بيقول لها انا وقعت في حبك من اول نظره، تعرفوا الحب من اول نظره ولا اجي اعلمهولك؟ وبيطلب منها تخرج معاه في ديت. البت يعني بتتصدم وبتبدا انها تصوت، ديت ايه يا عم انت؟ وبتبدا بعدها انها تعتذر ليوكي، وهما الاثنين بيكونوا مكسوفين ومحدش فيهم عارف يتعامل مع التاني. وسيليا بعد كل ده بتقول له انت اكيد بتضحك عليا وبتستغل تبدا عشان تقتلني من غير ما احس حتى، وبتقرر انها تهجم عليه، بس بتلاقي يوكي مش بيدي اي رد فعل. يوكي بيقول لها عشان انت اول واحده ترفضيني في حياتي وانا مش عايز حاجه تاني من الدنيا بعد كده. سيليا بتقول له انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ انا كنت فاكرك بتهزر يا عم انت. يوكي بيعرفها ان هو طول حياته كان محبوس هنا ومش مسموح له حتى يخرج من القلعه ويهاجم البشر زي بقيه الشياطين، حتى الشياطين عندهم عنصريه. سيليا بتقول له انت اكيد كذاب، وكل الشياطين قاسيين وبيحبوا ان هم يأذوا البشر، وحتى سيد الشياطين بتاعك بيحاول انه يدمر البشريه. يوكي بيقول لها انا بان من بره شيطان بس انا اتجسدت من عالم تاني، وده معناه ان جوايا انسان وان مت واتنقلت للعالم هنا بالغلط. سيليا بتقول له انت بتكذب عليا يالا، وطالما انت انسان ليه بتخدم ملك الشياطين؟ وكمان انت عندك قوه مرعبه وتقدر انك تهزمه. يوكي بيقول لها عندك حق على فكره، انا اقدر اهزم ملك الشياطين، بس انا لو عملت كده هبقى ملك الشياطين الجديد، وكل الشياطين هتحترمني وتخدمني وتبقى تحت رجليا، وانا مش حابب اكون ملك الشياطين الجاي. وبسبب كده فضلت احبس نفسي في البيت طول اليوم، وكانت حياتي كلها بائسه وما فيهاش ذره امل حتى، وده لحد ما حضرتك ظهرتي وشفتك اول مره مع فرقه البطل، ووقعت في حبك من اول نظره. وكان بيسمع عمرو دياب في الخلفيه اكيد، وكان بيقعد يرسم في صورها وكان مغرم بيها، وبيقول ان دي اول مره كشيطان يحس انه عنده حياه. سيليا بتقول له لو انت بشري زي ما بتقول وجواك فعلا بني ادم يبقى لازم تستخدم قوتك دي من اجل الانسانيه وتحمي البشر من ملك الشياطين، وبترمي السلاح بتاعها وتمد له ايديها وبتقول له تعالى نهرب من هنا للعالم الخارجي. وبنروح بعدها لمملكة الوضوح، وبنشوف الملك والناس بيكرموا فرقة البطل، وبنعرف ان هم نجحوا يقضوا على سيد الشياطين، ومش عارف هم عملوا ازاي كده بصراحة، دول شوية عيال هلاهيل يوكي كان بيلعب بيهم، والملك اورتا بنفسه بيكرمهم وبيقول لهم 3 ايام اكل وشرب على حسابي، والمملكة كلها النهارده هتنام مبسوطة عشان ابطالنا قدروا ان هم ينهوا الحرب. يوكي بيكون واقف بره العاصمة بيراقب اللي بيحصل، وبيكون مبسوط عشان سيليا عايشة دلوقتي بامان، وبيقرر انه يكسر قرن الشيطان اللي عنده، وده عشان يداري هويته ويعرف يندمج وسط الناس. والابطال بيركبوا الموكب وبيتحركوا وسط الجماهير، والكل بيحتفل بيهم بعد الانتصار الكبير اللي حققوه، ويونج مش مصدق ان هم انقذوا العالم، وكل ده حصل بفضل تضحيه سيليا، وبيكون فرحان انها عايشه لحد دلوقتي، وكان فاكر ان الشيطان هيغتصبها ويخلص عليها. ويوكي بيوصل للمدينه بعد ما غير شكله وبيتحول لانسان عادي وبيحاول يندمج في المكان، وبيروح بعدها عشان يسجل نفسه في نقابه الفرسان، والمشرف مش فاكر ورق التسجيل راح فين، ويوكي بيكون خايف لحسن يتكشف قدامه، وبيقول له املى اسمك وسنك في الاستماره دي يا ابني انت، وبيعرف ان هي استماره تخلق مسؤوليه، يعني لو مات ولا جرى له حاجه هم مالهمش دعوه، واول ما بيمضي بيديله البطاقه في ثانيه لثانيه. ايه التهريج اللي بيحصل ده يا جدعان؟ امال فين الورق الكتير والامضه بتاعت مدام عفاف؟ ده ايه السهوله دي يا عمنا؟ ويوكي بيعرف ان هو دلوقتي في رتبه اف، وعلى رتبه للمغامرين بتكون الرتبه اس، وبيكون لسه قدامه 5 مستويات عشان يوصل لها، ومعظم الناس بتاخد شهر عشان توصل للمستوى الاول، يعني معاه 5 شهور ولا هيطردوه من النقابه. والموظف بيحذره قبل ما يديله الكارت بتاعه، وبيقول له الكارت ده لو ضاع انا هقتلك عشان ما عنديش خلق اعمل لك كارت جديد، وخصوصا يعني في ال3 ايام الجايين دول، وده عشان في مهرجان في العاصمه الملكيه والكل هيبقى واخد اجازه من النقابه. ويوكي بيعرف ان هو موظف عصبي ومش عايز يعمل اي حاجه، وفي الاخر الموظف ده بيطلع اسمه كلاي، وبيقول له مش عايز اشوف وشك تاني. يوكي بيقول له انا كمان والله ما الواحد كان كمل حياته شيطان اريح له بلا وجع الدماغ اللي مع البشر دول. وعمنا يوكي بيرجع البيت وبيعيد الفلوس اللي كسبها، وبيكون عامل عملات ذهبيه كتير في اول يوم ليه. اللهم صل على النبي يا عم، ربنا يوعدنا زيك كده. ويلا بقى انت كمان اعمل لايك وصلي على النبي في الكومنتات. ويوكي عايز يجمع فلوس كتير عشان يكون نفسه، وبيقولوا انه هيتجوز سيليا اول ما يرفع رتبته. مش لوحدك يا عم يوكي والله، كلنا بنكون نفسنا دلوقتي، وبنرجع تاني بعدها للنقابه، والناس بتتكلم عليه من غير ما يعرفوا حقيقته، وده عشان هو اسرع واحد زود رتبته خلال شهر واحد. وبيروح بعدها سلم التقرير بتاعه لكلاي، وكلاي بيتعصب عليه وبيقول له مفيش غيري ولا ايه؟ انت مش شايفني مشغول قدامك ولا مش عاجبك الست القمر اللي قاعده جنبي دي؟ البعيد ما بيفهمش بقى ولا ايه؟ يوكي بيقول لي في ايه يا عم، ده احنا بقينا عشره قديمه، بس كلاي ما بيكونش فاكره اصلا، ويوكي بيعرف ان هو مجرد بطل مبتدئ. كلاي بيفتكره كذاب وبيتعصب عليه. مبتدئ مين يا ده انت هتهزر معايا؟ وازاي مبتدئ وعديت مستويين في اخر
اسبوع، انت اكيد مش بني ادم زينا. يوكي بيعرف انه كان بيشتغل كل يوم وتعب وشيء لحد ما وصل للمستوى اللي هو فيه، وكلاي بيشك ان التقارير دي مزوره، بس ده لو حصل فعلا هيقدر يكشفه، وساعتها هيتحول للتحقيق ويطرد من النقابه. وفجاه بتدخل عليهم بنت شكلها مريب، ويوكي بيتفاجئ اول ما بتطلع سيليا، وبتكون عارفه ان هو يوكي ملك الشياطين، وبتطلب منه يجي معاها ويتكلموا على انفراد. وبيتفاجئ تاني لما بتقول له تعالى معايا البيت. طب مش بالسرعه دي، استنى شويه، احنا لسه ما خدناش على بعض. ويوكي بيركب مع العربيه فعلا وبيروحوا على القصر بتاعها، وسيليا بتطلع من الاغنياء من الاسر النبيله. والحارس اول ما بيشوف يوكي بيهجم عليه وبيحط السلاح في وشه وبيفتكره حرامي. ما الخلقه دي خلقه حرامي بصراحه. يوكي بيقول لهم وربنا ما سرقت حاجه يا جدعان. وسيليا بتلحقه في اخر لحظه وبتقول لهم ان ده صاحبها. وهمنا يوكي بيكون محرج جدا وبيدخل يشرب معاه الشاي في البيت، وبتعتذر له عشان بعدت عنه الفتره اللي فاتت. يوكي بيعرفها انه مبسوط لانه بقى بطل اخيرا، وما كانش يعرف انها بتدور عليه اساسا. سيليا بتعرفه ان هو مشهور دلوقتي في المدينه عشان هو المبتدئ الوحيد اللي كسر مستويين في اسبوع واحد. ويوكي بيكون فرحان جدا واحلامه ورديه لحد ما بياخد منها الصدمه. وسيليا بتعرفه انه لازم يسيب نقابه الابطال. نقابه اللي تسيبها يا بنت انتي؟ ده انا عامل كل ده عشانك. ويوكي بيتفاجئ من الكلام بتاعها وبيكون عايز يعرف السبب. سيليا بتفكره لما ساعدهم في قتل ملك الشياطين، بس بتعرفوا ان قتل ملك الشياطين ما كانش كفايه لوحده، وان في وحوش تانية بتهدد امن المملكه. يوكي بيعرفها ان موت ملك الشياطين مش هيغير حاجه عشان في ملوك شياطين تانية في اماكن مختلفه. وسيليا بتعرفوا ان الدول هتبدا حرب على السياده، وكل العلامات اللي كانت خايفه منها ابتدت تظهر. واول علامه لما بطله بيونج جات له بنات كتير من دول تانية، وكلهم عايزين يتجوزوه عشان هو امير مملكه النور. ده غير انه شاب وسيم وعنده شعبيه كبيره. سيليا بتعرفه ان ده فخ كبير، والدول كلها بتعمل كده عشان تكون تحالف معاهم، بس بعدين هتضربهم في السر وتحتل المملكه. ويوكي بيفهم ان يونج هيكون هو الضحيه وهيستغلوه عشان يوصلوا لحكم المملكه. وسيليا بتقول له ما تتهد انت كمان يا عم الحاج. وبتعرفوا انه حقق نجاح كبير في فتره صغيره، ولو وصل لرتبه اس هيبقى من نخبه الابطال. بس ده لو حصل فعلا العيون كلها تبقى عليه، وساعتها ممكن يكتشفوا قوته الشيطانيه ويقتلوه على طول، او حتى يستخدموه كسلاح يحتلوا بيه الدول التانيه. ويوكي بيعرف ان خطته كلها ممكن تبوظ، وسيليا بتطلب منه يهدى اليومين دول عشان تقدمه السريع ده بدا يلفت الانظار. يوكي بيعرفها ان عنده فواتير ولازم يدفعها، الواحد بيجهز نفسه برضه. فسيليا بتقترح عليه يشتغل عندها وتدفع كل مصاريفه، وده عشان هي مش تقدر تشغل حد عندها من رتبه اعلى، وبتطلب منه يوافق عشان محدش يكشفه. ويوكي بيتعصب عليها لما بتركع قدامه وبيقول انا عمري ما اخون البلد دي يا بنت انتي، ومستعد اعمل حاجه عشان بس ترضي. وهيرفض اي بنت حلوه لو طلبت منه الجواز. انا مش عارف هو اتحمس كده ليه مره واحده، ما تهدى يا عم شويه كده وخليك تقيل. وبيشاور عليها وبيعرفها ان هي الوحيده اللي في قلبه. وسيليا بتضحك على الهبل اللي بيعمله، ويوكي بيحس ان هي راحت قدامها وبيقول فين ايام زمان لما كانوا بيترعبوا مني. وسيليا بتوافق انه يفضل في النقابه، ويوكي بيعرفها انه مش هيلفت الانظار تاني. بس بيتفاجئ اول ما والدتها بتدخل عليهم وبيكون اسمها سيلينا، وبتعتذر له على اللي عمله حارس البوابه. وبتعرفوا ان الخادمه صوفيا قامت بالواجب. يوكي بيفتكر انها زعقت له ولا حاجه، بس بيخاف اول ما بيعرف انها كسرت عظمه. وسيليا بتبدا تخاف انها كمان، وبتقول انت اللي جابك في الوقت ده. وبتطلب من صوفيا تطلع بره. وسيلينا بتقول ان بنتها جالها عرسان كتير، واولهم الامير يونج قائد حزب البطل. ويوكي بيعرف ان يونج معجب بيها من زمان، وبيقول لهم ان يونج عريس مناسب فعلا، لو كان عنده اخت كنت جوزتها له على طول. وسيليا بتقول له اسكت شويه، وبتعرف انها رفضت كل الابطال واولهم يونج. وامها بتعرف ان يوكي معجب بيها وعايز يتجوزها، والواد بيكون محرج جدا ومش عارف يرد عليها، بس امها بتطلب منه يجاوب بسرعه. ويوكي بيتوتر جدا وما كانش متوقع المقابله ديت، وبيقول لها بصراحه كده انا اترفضت اول مره، ودلوقتي هشوف اكل عيش عشان اكون نفسي، بس اول ما اجمع الفلوس اطلب ايديها مره ثانيه. وسيلينا بتعرف انه مش عايز يتقدم لها دلوقتي، ويوكي مش فاهم الست دي عايزه منه ايه بالظبط. وبيعرفها كمان انه بيحترم مشاعر بنتها، عشان كده مش بيضغط عليها في موضوع الجواز. ويوكي بيعرف ان ده كان اختبار وهو نجح فيه، عشان سيلينا مش هتدي بنتها لاي حد برضه، وعايزه تحميها من الشباب اللي ممكن يستغلوها، وبتطلب منه ياخد باله منها الفتره دي. وسيليا بتعرف ان امها معجبه بشخصيته، وبيكون فرحان جدا اول ما بتناديه باسمه الحقيقي. بنشوف بعدها عمنا يوكي بيتدرب في الغابه، وفي وحش شيطاني شبه الفرخه كده بيهجم عليه. والله فرخه بديل تعبان، بس عمنا يوكي بيتفادى ضرباتها بكل سهوله ولا كانه بيلعب جيم بلاي ستيشن. وفجاه بيستحضر قوته وبيضرب تعويذه صاعقه، وبيقدر انه يخلص عليها وينتفرشها كمان. وبنعرف ان دي مهمه واخدها من نقابه المغامرين. وكلايمان قال له ان الموضوع هياخد منه اسبوع، بس عمنا يوكي خلصه في يوم واحد وحاسس بالملل. حقك يابا، ما انت لسه قاتل ملك الشياطين. بس يوكي فجاه بيلاقي حد بيهجم عليه، وبيتصدم اول ما بيعرف ان هم اتباعوا القدام. وبيقول لهم ايه يا رجاله انتوا نسيتوني ولا ايه؟ انا يوكي بتاع زمان. البت بتوقف الهجوم وبتقول ايه ده؟ انا عارف الصوت ده كويس، هو انت القائد بتاعنا ولا ايه؟ بيقولوا له ما تقول يا عم من الاول، فكرناك مغامر جاي يصيد الشياطين. ما يعرفوش ان هو بقى مغامر فعلا، وكان جاي يصطاد شياطين برضه. دوكا ابو راس مقطوع بيقول ازاي يعني؟ القائد بتاعنا كان عنده اجنحه وهيئه شيطانيه. يوكي بيتكلم معاهم وبيطمن ان هم بخير، والواد ابو راس مقطوع ده بيزعله وبيقول له انت كنت فين طول الوقت يا عم انت؟ المملكه خربت والدنيا باظت بعد ما انت ما مشيت. يوكي بيقول له ده يا عم الحاج انت بلع راديو ولا ايه؟ هقول لك والله بس اصبر. ميكي بتعرفوا ان
ديوك كان قلقان عليه جدا، وهابي ومشاعر احمر دي بتقول له بتقول يا عم ايه اللي حصل. يوكي بيعرفهم انه اعترف بمشاعره وحبه للكينه بتاعت فرقه الابطال، وبيكون مكسوف كده وشه بيحمر، بس بيعرفهم ان البت رفضت طلبه، ودلوقتي انا عايش حياه مغامر بشري طبيعي وبشتغل وبجمع فلوس عشان اكون نفسي واتجوزها. طبعا الثلاثه بيتصدموا اول ما بيسمعوا كلامه. انت بتقول ايه يا عم انت في قوه ملك الشياطين اصلا، ازاي هتكمل حياتك كبشر عادي؟ يوكي بيعرفهم ان ده قراره مش هيرجع فيه، وبيقول لهم انتوا كمان تقدروا تعيشوا الحياه اللي انتوا عايزينها. يوكي بيقول له مفيش الكلام ده يا عم وهابي وميكي بيقولوا له هنيجي معاك. عمنا يوكي بيكون واقف مصدوم، تيجوا معايا فين يا رجاله؟ انتوا مش شايفين مناظركم ولا ايه؟ ويوكي بيقول له عايز يشوف البت اللي وقعتك في حبها وازاي قدرت تحولك من ملك الشياطين لبشر عادي. يوكي بيعرفهم ان هم لازم يتنكروا في هيئه بشريه، بيقولوا له زي ما انت ما عملت علمنا وهنعمل زيك. يوكي بيقول لهم طالما ده قراركم انا ما عنديش مانع، ويلا بينا بقى عشان هعمل لكم عمليه تحويل. بنشوف بعدها يوكي بيعتذر لسيليا وبتقول له انت ازاي تعمل كده يا متوحش انت، وبنشوفها ماسكه هابي وصعبان عليها، وبنعرف ان عمنا يوكي نتف الريش بتاعها وده عشان يحولها لهيئه بشريه. يوكي بيعتذر لها وبيقول لها انا اسف بس والله ما كانش قدامي حل تاني، والفرقه كلها بتكون فرحانه في يوكي، وده عشان سيليا معلمه الادب ومربيها على الاخر. وسيليا بتعرف ان ده فريق يوكي القديم، ويوكي زمان كان هو القائد بتاعهم، وبتقول لديوك بس انتوا مش باين عليكم انكم شياطين يعني، وشكلكم ناس عاديه زينا. ديوك بيقول لها عيب كده يا انسه هتبوظي سمعتنا والله، انا ممكن اقطع لك راسي دلوقتي عشان بس تصدقي، بس انا لسه لازقها بانبوبه امير مستورده عشان الامير المصري مضروب وبيفك بسرعه. ويوكي بيتخانق مع ديوك عشان عمال يتكلم كتير، وبيقول انا شايفك مبسوط في القعده دي يعني، امال كنت تعملي فيها اخرس ليه ايام قصر الشياطين؟ ديوك بيعرف ان هو كان السبب، كنت بتقعد تخوفنا وما كانش حد فينا طايقك اساسا، بس سيليا بيكون عايزه تعرف السبب الحقيقي. ديوك بيعرفها ان يوكي كان منعزل عن العالم الخارجي، وحتى اللورد الزخيل كان بيخرجه بالعافيه عشان يحارب البشر. ويوكي وقتها اتعصب وقال له اطلع بره عشان لو فقدت السيطره على نفسي هشويك على نار هاديه، ومن وقتها زخيل ما بقاش يتكلم معاه كتير ومحدش فيهم بقى عارف يكلمه. وعمنا ديوك خد حبوب الشجاعه وقرر يروح له بنفسه، وكمان كان ناوي يعلمه ازاي تعمل مع اصحابه كويس، بس المشكله انه عارف يوكي عشان هو اللي قطع له راسه اول مره، والمره دي كان هيقطع له رجله. وديوك لحق نفسه في اخر لحظه وقال له سامحني يا قائد، وبس يا ست من ساعتها هما الاثنين بقوا اصحاب جدا. وديوك اتغير جدا بعد اليوم ده، وسيليا بتعرف انه بيحب يوكي وبيحترمه جدا. وديوك كان لسه هيعرفها على ميكي وهابي، بس بيلاقوهم اختفوا فجاه من قدامهم، ويوكي بيفكرهم دخلوا جوه القصر ولا حاجه، وبيكون خايف جدا لحسن حد يكشفهم، وساعتها يخسر كل الحاجات اللي عملها مع النقابه لانهم وقتها هيكتشفوا هويته الحقيقيه ويعرفوا ان هو شيطان قديم وكمان اللي قتل ملك الشياطين. وبيروحوا هما الثلاثه يدوروا عليهم في القصر، ويوكي بيتفاجئ اول ما بيشوف ميكي وبيلاقي نايم على رجل الحاجه ام سيليا، وطبعا ما بيكونش عارف يتكلم لحسن يتفتحوا قدامها. وام سيليا بتساله اذا كان يعرف الواد الكيوت الامور ده، ويوكي بيقول في السر كيوت مين يا حاجه، ده قتله فوق 300 بني ادم وحرق قريه قبل كده. وبيعتذر لسيلينا لو كان الواد ده عمل لها ازعاج، وسيلينا بتعرف ان ميكي يبقى صاحب يوكي، وبتقول له ولا يهمك يا حبيب قلبي انا كده كده بحب الاطفال. وبنعرف انها من شويه كانت بتلعب معاه في الجنينه وفضل يجري يا عيني لحد ما تعب وينام، ده انت طفل بريء جدا والله. وسيليا بتسالها لو شافت بنت بتجري معاه، امها بتقول لها ايوه انا شفت بنت شعرها قصير. وبيتصدموا اول ما بيعرفوا ان الخدامه صوفيا خدتها جوه، وصوفيا بيكون خدت البت وشغلتها خدامه في القصر، وبتقول لها انا شايفه فيكي موهبه العبوديه، اهم حاجه تمسح التراب من الزوايا اللي في القصر. واول ما بيوصلوا صوفيا بترحب بيهم وبتقدم لهم هابي الخادمه الجديده في القصر، وبتكون بدات شغل من اول النهارده، وعمتنا هابي متقمصه الدور جدا، ويوكي بتعصب عليها وبيقول انت بقيتي خادمه من امتى يا بنت انت؟ وسيليا بتعرف صوفيا ان البت دي صاحبه يوكي. صوفيا طبعا بتعتذر لهم عن اللي حصل، وبتقول لهم انا كنت فاكراها الخدامه الجديده اللي جايه النهارده. وعمنا يوكي بيطلب من هابي تروح تغير اللبس بتاعها، بس هابي بترفض وبتكون حابه شغل الخدامه جدا، وبتقول لصوفيا ان هي عايزه تكمل في الشغل الجديد. ويوكي مش مصدق اللي هي بتقوله، انت عبيطه يا بنت ولا ايه؟ وصوفيا بتحس بذره العبوديه جواها، وبتقرر ان هابي تبقى المساعده بتاعتها، وبتقول لها تعالي معايا اعلمك ازاي تنضفي الشبابيك، وهو بالمره ناخد جوله تتفرجي فيها على القصر. وفي اخر اليوم بيسيبوا هابي مع صوفيا، وبتكون رسميا شغاله خدامه في القصر. وميكي بيقول لها ان هي محظوظه جدا عشان كان نفسه ينام في قصر زي ده في يوم من الايام. سيلينا بتعرفهم انهم ممكن يجوا زياره في اي وقت عادي، وبتروح تقول ليوكي كلمه في ودانه، وبتطلب منه يجي يشرب الشاي معاهم مره تانيه، وده عشان يتكلموا في خطه جوازه من البت سيليا. وبتقول له خلي بالك عشان بنتك هنا محترمه، وبتكون مضطره تتعامل مع الشخصيات المهمه في النقابه، وبقى لها فتره طويله ما خدتش اجازه يا عيني، وامها هتخليها تاخد اجازه عشان يجي يزورهم، وساعتها هيقضي معاها اليوم بحاله. الله عليك يا حاجه سلينا والله، يا ريت تبقى حماتي المستقبليه زي كده بالظبط. وبيجي بعدها يوم الاجازه، وعمنا يوكي بيكون مستني في الشارع، وبيلاقي عربيه سيليا داخله عليه، بس المره دي اللي بيجرها ديك رومي مش حصان، وواضح كده ان اختيارات حماته غير متوقعه بالمره. وسيليا بتعتذر له عشان اتاخرت عليه، وعمنا يوكي بيتفاجئ من النيو لوك الجديد، وبتكون لابسه مايو طاقيه ونضاره جديده، وشكلهم كده طالعين الساحل والدنيا هتحلو، ويوكي من جواه طاير من الفرحه،
بعض، وده عشان سيليا غيرت الفستان الابيض بتاعها وبيقولها النضاره الجديده هتاكل منك حته. بس بنعرف ان سيليا بتكون متنكره، وده عشان محدش يشوفها من فريق الابطال لان حاجه زي كده ممكن تاثر على مكانتها في النقابه. يوكي بيقول لها واضح انك طلعتي مشهور اكتر مني، وسيليا بتكون حاسه بالذنب عشان هو كمان خاف هويته الحقيقيه. بس يوكي بيعرفها انه مبسوط بكده وعايز يكمل حياته انسان زيهم، وهيعمل كل مجهوده عشان ينبسطوا بالاجازه دي مع بعض. واول ما بيمشوا في الشارع سيليا بتلاقي مطعم مشهور، والنهارده هيقدم كعكه العنب اللي نفسها تجربها، وبتطلب من يوكي يرجعوا هنا اخر اليوم. وبعدها بيتفرجوا على محل الورد اللي جنبه، وفجاه بتلاقي قط متشرد واقف على السور، وسيليا بتلعب معاه وهي مبسوطه جدا. ويوكي بيكون حاسس ان هي عبيطه او شكلها كده اول مره تخرج من القصر بتاعها، وبعدها بتشتري فستان جديد. ويوكي بيقول لها ان اللون الاحمر ودى الفستان في حته تانية، وسيليا بتشكره عشان خرج معاها وانبسطوا النهارده، وبتعرفوا ان هي كانت محتاجه الاجازه دي قوي، وده عشان ترتاح من ضغط الشغل شويه. ويوكي فرحان عشان المهمه تمت بنجاح، وبيعدوا على محل تاني بيبيع اكسسوارات. ده ايه يا عم الخروجه اللي كلها شوبينج دي؟ امال فين الاكل يا جدعان؟ دي اهم حاجه في الخروجه. وبيكونوا لسه واقفين عند المحل، ويونج وماكينه بيشوفوهم من بعيد، وبيكونوا هما الاثنين متنكرين وخارجين مع بعض في الاجازه. وماكينه بتحط ايدها على بقه قبل ما ينادي على سيليا، وبتعرفوا انه كده هيكشف هويتهم كلهم. عمنا يوكي بيتفاجئ اول ما بيلاقيهم جايين عليه، ويونج بيعرفها ان هم كمان خدوا اجازه وجايين يقضوا اليوم في المنطقه دي، وبيطلب من سيليا تنضم ليهم. ويوكي بيقول له انت مش شايفني معاها ولا ايه يا عم البطل؟ هو انا شفاف للدرجه دي ولا ايه؟ وسيليا بتعتذر له وبتعرفوا انها مع يوكي النهارده. ويونج بيتضايق جدا وبيتعصب اول ما بتكسفه، وبيروح يقرب من يوكي وبيبص في وشه وبيقول له انا شفتك فين ياض قبل كده، وشك ده مش غريب عليا. يوكي بيعرفوا انه بينزل المول كل يوم، اكيد اتقابلنا هناك يعني. ويونج ما بيصدق وبيقول لها يلا نخرج احنا الاربعه. وعمنا يوكي بيكون زعلان ومتضايق، وده عشان هو خد سيليا وسابهم ومشي. وماكينه بتكون متعصبه عشان ده اول موعد غرامي ليهم، وبتكون غيرانه من سيليا جدا، وده عشان بوظت الخطه بتاعتها. وبتنادي بعدها على يوكي وبتقول له انت يا عم الغريب بص لي هنا، وبتساله اذا كان خرج قبل كده مع سيليا في موعد غرامي عشان لو سابها مع يونج ممكن يخطفها منه. بس يوكي بيقول لها ان الموضوع معقد جدا، وماكينه بتطمن اكتر عشان ده اللي هيخلي يونج يبعد عنها. ويوكي كان فاكرها شخصيه ذكيه، بس هي بتقول له بغير لبسك لشبه المتشردين ده. وعمنا يوكي هنا بيرجع في كلامه وبيقول ان هي لازم تتربى من جديد، وبيكون متعصب من وجود يونج مع سيليا، وبيفتكر ان رفضته قبل كده لما تقدم للجواز. بس يوكي حاسس ان الواد يونج ده مش سهل خالص، وشكله كده بيخطط لحاجه تانية. ويوكي بيقول انه مش هيخسر قدام البطل الوسيم، وبيخش المحل ورا سيليا على طول، وهي بتعتذر له عشان سابته واقف بره لوحده. وعمنا يوكي بيكون عايز يجيب لها هديه، وده عشان يشكرها على اليوم اللي قضوه مع بعض في القصر. وسيليا طبعا بتكون فرحانه جدا، بس يونج الخنزير سيبيهم وهما بيتكلموا، وبيقول لها سيبيني انا اختار لك حاجه على ذوقي انت وماكينه. ويوكي بيحس ان الواد ده ابتدى يتحداه. يوكي بيختار سلسله خفيفه كده وفيها حجر صغير، وسيليا اول ما بتشوفها بتعجبها جدا. بس عمنا يونج بيقرر يعلي عليه، وبيجيب لها اكبر تاج في المحل ومليان جوهر والماظ، وبيعرفها ان اغلى حاجه موجوده في المكان. ويوكي بيقول في سر ان الواد ده مش سالك فعلا، ويونج بيكون مصمم يلبسها التاج بنفسه، وبيوقع النضاره والطاقيه اللي هي كانت لابساها. والغبي بيكون كشفها قدام الناس كلها وعرفوا ان هي كانت سيليا، وكمان كشف نفسه وماكينه، والفرقه كلها اتفضحت. وطبعا الناس بيجروا عليهم عشان ياخدوا صوره مع الابطال، وفي الاخر بيحوطوهم وبيرموا يوكي بره لوحده، وده لان هو كحيان ومش مشهور زيهم. ويوكي بيكون حزين جدا عشان سيليا سابته لوحده في الاخر، وبيجري بسرعه في الشارع وبيدور عليها في كل حته. وفجاه بيلاقي الناس متجمعه حوالين الفارس رايفن. يوكي بيكون شافه قبل كده بس مش فاكر اسمه، والراجل بيعرفه ان ده فارس فرقه البطل، ودلوقتي بقى قائد فرسان النقابه كلها. ويوكي بيفتكر لما جمعهم في المعركه، بس طول الوقت كان بيحارب وهو ساكت، ورايفن بيكون مزنوق وسط الجماهير ومش عارف يتحرك. ويوكي بيحس ان هو متضايق من وجودهم، وبيقرر انه يتدخل وينقذه، وبيقول للناس انه شاف البطل بيجري من هنا، وبيشد رايفن من ايده وبيهربوا من المكان، وبيروحوا شارع فاضي بعيد عن الناس. ورايفن ما بيكونش عارف يشكره ازاي على اللي عمله. ويوكي بيلاحظ ان هو متوتر جدا، وقبل ما يمشي بيقول له ابقى اتنكر قبل ما تنزل الشارع. بس يوكي بيتفاجئ اول ما رايفن بيقول له استنى. ويوكي بيكون مصدوم عشان صوته عامل زي صوت البنات، وشاكك انه بنت بس شكله ذكوري يعني، وبيساله اذا كان مش عايز يتكلم عشان صوته مضايقه. رايفن بيقول له دي حقيقه فعلا، بس مستغرب ان يوكي ما اتريقش عليه زي اصحابه عشان هو عارف ان صوته مش لاقي على جسمه. يوكي بيعرفه انه ده طبيعي جدا، وكل واحد عنده حاجه مش عايز الناس تعرفها، وطبعا ما هو مخبي على الكل ان هو شيطان اساسا. ورايفن بيحس ان يوكي غريب ومش زي الناس التانيه. عمنا يوكي بيودعه وبيمشي، بس رايفن بينادي عليه مره تانيه وبيساله اذا كان ينفع هما الاثنين يبقوا صحاب. يوكي بيكون متفاجئ جدا من كلامه، ورايفن بيقول له انت وشك عامل كده ليه يا عم انت؟ خلاص يا عم شكلك مش موافق اصلا. وبيعرفوا ان امه وبنت عمه بس هما اللي مش بيتريقوا على صوته. يوكي بيقرر يسلم عليه ويعرفه بنفسه، وبيوافق ان هم يبقوا صحاب واخوات كمان. وعمنا يوكي بيكون نسي موضوع سيليا، وبيقول له
سامحني لازم امشي، وبيهرب من المكان وبيفضل يدور عليها في كل حته ومش مصدق ان اول موعد غرامي ليه باظ بالشكل ده. وسيليا بتدور عليه هي كمان وبتكون فاكراه زعل ومشي ورجع البيت لوحده. وسيليا بتلاقي عيل صغير بيعيط في الشارع والواد قاعد لوحده يا عيني وبينادي على امه. وسيليا بتستخدم سحرها وبتحاول تهديه والواد بيعرفها ان امه سابته لوحده ومشي وبيرجع يعيط من تاني. وبيظهر عمنا يوكي وبيقول ما تعيطش يا حبيب اخوك، انا هرجعك لامك في ظرف ربع ساعه. والواد مش فاهم مين ده وايه العبط اللي بيعمله. وسيليا بتتخانق معاه عشان سابها لوحدها بس يوكي بيعرفها ان هو كمان كان بيدور عليها. والواد الصغير بيضحك على يوكي عشان سيليا بتزعله. وبصراحه انا مش فاهم ايه اللي بيضحك في الموضوع. وعمنا يوكي بيضحك وخلاص عشان بس يسكته وبيشيله على كتفه وبيدوروا هما الاثنين على امه. وبيطلب من سيليا دلوقتي ترجع البيت وبيكون خايف لحسن تتكشف تاني قدام الناس. سيليا بتقول له ما يقلقش المره دي عشان واثقه انه مش هيسيبها زي المره اللي فاتت. ويونج وماكينه بيكونوا لسه في الشارع وبيكونوا قلقانين على سيليا ومش عارفين هي راحت فين. ماكينه بتقول له مش وقت ولازم نرجع البيت حالا، وده عشان هو ممكن يلفت الانظار ويكشف نفسه تاني قدامهم. واكيد سيليا رجعت البيت بعد اللي حصل لها. ويونج بيتضايق من ماكينه عشان مش قلقان على سيليا وبيرفض انه يرجع البيت وبيروح يدور عليها بنفسه. ويونج في الاخر بيلاقيها مع يوكي وبيكونوا رجعوا الواد لامه مره تانيه. ويونج بيبص وراه بيلاقي ماكينه سابته ومشي. وتاني يوم يوكي بيزور سيليا في البيت وبيعرف من امها ان هي مراهقه جدا وكل ده بسبب اللي حصل امبارح في الشارع. ويوكي بيعتذر لها عشان ما عرفش يخلوا باله منها. سيلينا بتقول له لا يا عم مش للدرجه دي جالها نزله برد خفيفه مش اكتر. وبتعرف ان الخبر ده وصل ليونج وبيكون جالها لحد هنا وجايب لها ورد كمان. بس امها عرفت ان هو السبب في اللي حصل امبارح عشان كده خلت صوفيا والخدم يمنعوه من الدخول. وصوفيا بتقول ان هو عيل ملزق ومش بتحبه اصلا. وعمنا يوكي بيكون قلقان من صوفيا جدا ولحد دلوقتي ما يعرفش تطلع ايه بالظبط. وسلينا عرفت ان يوكي حاول يحميها امبارح وبتعرف انه ممكن يجي يزورها في اي وقت هو عايزه. وصوفيا بعدها بتوصله لاوضه سيليا وبتعرفها ان يوكي جاي يطمن عليها. وسيليا بتقول لها ما تخلوش يدخل دلوقتي مش هينفع تفضحينا. بس صوفيا بتطمنها وبتقول لها ما تلاقيش انا خبيت الدبدوب بتاعك قبل ما يجي. ويوكي بيخش اوضتها وبيلاقيها كبيره جدا وبيقول لها ما كنتش اعرف ان يوم الاجازه هيبوظ بالشكل ده. وسيليا بتضحك عليه وبتقول له ان هو بوظ اليوم فعلا وبتتحجج عشان يخرجوا مع بعض مره تانيه. ويوكي عايز يوم يطير من الفرحه وبيكون خد منها ميعاد تاني يوم الاجازه الجايه وبيقول لها ان الخروجه الجايه هتكون احلى بكتير. وبيفضلوا هما الاثنين يضحكوا على الحركات اللي بيعملها. وصوفيا بتكون سامعه كل حاجه من بره بس اول ما سيليا بتكح بصوت عالي بتفتكر ان هو السبب في اللي حصل وبتيجي تسحبه من رقبته عشان تخلص عليه. وبتقول له وجودك هنا هيأثر على صحتها. وفي الاخر بتقول له شكرا على الزياره وبترميه بره القصر. وهابي بتقول له انت طلعت قائد هفا على فكره. ويوكي مش فاهم صوفيا جابت القوه دي كلها منين. وبعدين فجاه بيلاقي رايفن قدامه ورايفن بيعرف انه كان بيزور سيليا وبيطلب من يوكي المساعده في موضوع خاص بيه. يوكي بيتفاجئ ان هو معجب بواحده بس محرج انه يكلمها بسبب صوته الغريب. بس لما كلمها اتفاجئ من رد فعلها والبت بيكون عجبها صوته جدا وبتقول له يا ريتني كان عندي نفس طبقه الصوت. واضح كده ان البت دي صوتها اخشن منه بس رايفن بيكون معجب بيها اكتر دلوقتي بس هو مش واثق في نفسه ومش عارف يتصرف ازاي. ويوكي بيقول في سره ان رايفن عامل زي المراهقين بتوع اعدادي وبالرغم انه وسيم جدا الا انه ما عندوش صحاب كتير. ويوكي بيمسكه جامد من دراعه وبيقول له فوق يلا واسترجل واشرب بريل وخليك واثق في نفسك ووسمتك اكتر من كده. ده انا لو فضولك وجمالك ده كنت علقت نص بنات المملكه. ده غير انك عضو مهم في فرقه الابطال يعني في بنات كتير هتموت وتقرب منك. رايفن بيكون متفاجئ من كلامه وبيقول له عندك حق فعلا يا عم يوكي. وبيطلع الطاقيه والنضاره وبيكون خد الثقه اخيرا. ويوكي بيستغرب عشان رايفن رايح على القصر وبيكون خايف للي فعلا يطلع صح وبيتصدم اول ما بيعرف انه كمان معجب بسيليا. يا نهار ازرق مش كفايه يونج يا عم يا جدعان هو مفيش غيرها في المملكه ولا ايه؟ يا ريتني ما كنت نصحتك ولا شجعتك يا اخي. وريفن بيقول ليوكي انا لازم اروح اصارحها مشاعري. يوكي بيكون مستغرب هو ريفن ليه اصلا موجود هنا. يوكي بيقول في نفسه احيه هي البت اللي ريفن بيحبها هي اللي انا بحبها. ده سيليا طلع عليها منافسه جامده بقى لا وكمان انا كنت بشجعه بحماس. ويوكي بيقول هي اكيد مش هتقع في حبه بسهوله كده يعني. وبيرجع يقول لنفسه بس دول كانوا مع بعض في فرقه البطل والواد امور وحليوه واحسن من البطل التاني. بس فجاه بيلاقي ريفن جاي من وراه وبيكون شكله مش كويس خالص. وريفن بيقول انت شجعتني جامد بس انا اسف. ويوكي بيفهم من شكله كده ان هو اترفض. وعمنا يوكي بيرجع عند القصر تاني مره وصوفيا بتقول له انت نسيت حاجه ولا ايه؟ يوكي بيتوتر شويه وبيقول لها انا كنت عايز اسال على سيليا. وبعدين بيقول في نفسه ايه السؤال الغبي اللي انا قلته ده ما انا كنت لسه عندها من شويه. صوفيا بتقول له ان سيليا كويسه ونايمه دلوقتي. يوكي بيقول لها امال الواد ريفن كان بيعمل ايه هنا من شويه؟ صوفيا بتعرفه ان ريفن كان هنا عشان عايز يشوف هابي. ويوكي بيفهم ان البنت اللي ريفن بيحبها هي هابي مش سيليا. ويوكي بعدها بيروح لها وبيتكلم معاها وبيقول لها هو ريفن جالك هنا وبشعر احمر كده. ويوكي بيعرفها ان ريفن معجب بيها وان هو شخص كويس وبيسالها قالت له ايه. هابي بترد عليه وبتقول له مستحيل اوافق على ريفن. يوكي بيقول لها خلاص يا ست براحتك ما انت اكيد مش هتوافق غصب عنك برضه. بس بيسالها هو انت ليه رفضتيه بالشكل ده يعني وكمان انت تعرفي الواد ده منين وشفتوا بعض امتى. بس فجاه هابي بتسيبه وبتمشي وبتقول له مستحيل اوافق عليه. وبيجي الليل ويوكي بيتكلم مع فرقته وبيقول لهم لازم اتكلم مع هابي وريفن عشان افهم اللي حصل. ويوكي بيعرفوا ان ريفن فارس من فرقه البطل. الواد بيقول له ايوه مش ده اللي كان كل شويه بيخسر قدامك برضه فاكره الواد المهزأ ده. ودوك بيقول له انت ليه سمحت من بشري قرب اصلا من هابي. يوكي بيقول له ده عم الحاج شويه انت شفتني رحت عرفتهم
بيتكلموا على بعض يعني. هما الاثنين عارفين بعض اصلا. ودوك بيقول له مش متخيل ان هابي تعجب ببشري، وبنعرف ان كائنات الهابي دي كائنات جميله بطبيعتها، وفي كتير من البشر عايزين يمسكوها عشان يستغلوها ويسرقوا الريش بتاعها. ودوك بيعرفوا ان هابي كانت السبب انه ينضم لجيش ملك الشياطين. والواد التاني بيقول له ما اعتقدش ان هابي بتكره البشر او كده، لان في بشر طيبين، وعشان كده هابي اشتغلت في القصر مع صوفيا. ويوكي بيقول لدوك انا فاهم خوفك عليها، بس ريفن شخص كويس والله، وعلى ما اعتقد هابي فاهمه كده كويس. وتاني يوم يوكي بيروح النقابه من تاني، وبياخد باله ان كلاي ما جاش النهارده، وبيقول لهم فين عم كلاي حبيب قلبي، وبيلاقي المساعده بتاعته موجوده في الاستقبال. وبتعرف ان يوكي بيتكلم عن كلاي نائب زعيم النقابه. يوكي ما بيكونش عارف هي بتتكلم على مين بالظبط، وبيتفاجئ اول ما بيعرف ان كلاي المعفن ده هيبقى نائب الزعيم. وبيسال البنت عن مكانه دلوقتي، بتقول له الموضوع محرج وممكن يدور النقابه، بس هي هتقول له بصوت واطي يعني. ويوكي بيتفاجئ اول ما بيعرف ان هو في المستشفى، وبيروح يجيب شويه فاكهه وبيعدي عليه. وكلاي بيقول له انت ايه اللي جابك هنا انت كمان، وبيكون فرحان ان يوكي جاي عشان يشوفه. ويوكي بيلاحظ ان هو مصاب باصابات خطيره، ولا كانه واقع من الدور السادس. وبيتفاجئ اول ما بيعرف انه اتخانق مع مراته، وهي اللي عملت فيه كل ده. وبيعرفوا ان امبارح كان ذكرى جوازهم، وحاول يجيب لها هديه حلوه عشان يفرحها. وفضل طول اليوم واقف في محل الهدايا لحد ما الساعه جت 10 بالليل والبياعه طردته، فرجع البيت من غير ما يشتري هديه، وكمان اتاخر على العشاء اللي مراته كانت محضراه. فافتكرت ان هو ناسي عيد جوازهم، واتحولت عليه وكانت علقه محترمه. وبعدها دخل المستشفى عشان اصابته خطيره جدا. ويوكي بيساله اذا كانت مراته اقوى منه. كلاي بيعرفوا ان هي مغامره قديمه ومن رتبه اس، يعني كانت بتقتل وحوش وهو بيخاف منها اصلا. وهما الاثنين كانوا ثنائي قوي جدا وبينجزوا المهام الخطيره، وكانوا مشهورين جدا في النقابه ومحدش يقدر يهزمهم. ويوكي بيقرر يستخدم سحر الشفاء عشان بس يعالجه، بس كلاي بيرفض على طول وبيكون متعصب، وبيعرف انه دي فرصه حلوه، وده عشان مراته ترجع تهتم بيه زي الاول، وكمان مش عايز يضيع الاجازه اللي خدها من النقابه. يوكي بيقول له خلاص يا عم ماليش دعوه، يكش تولعوا انتوا الاثنين في بعض. ومرات كلاي بتوصل المكان، ويوكي بيتصدم اول ما بيشوفها، وبيعرف ان هي صوفيا رئيسه الخدم في قصر سيليا. انا دلوقتي عرفت كلاي بيخاف منها ليه. وكلاي بيقول لها انا كنت مستنيك يا حبيبتي، وصوفيا بتتعصب عليه وبتديله برجل فوق دماغه، وكل ده عشان مش متعوده يقول لها يا حبيبتي. وبعدها بتخرج عشان تودع يوكي، وبتشكره على زياره جوزها المريض. يوكي بيقول لها لو اعرف ان انت مراته ما كنتش جيت اصلا، وبيسالها مره ثانيه عن سيليا. وصوفيا بتعرفوا ان هي خفت دلوقتي وبقت احسن من الاول. يوكي كان نفسه يروح يزورها النهارده، بس بيعرف ان هي خرجت ورجعت الشغل من تاني. وصوفيا حاولت تقنعها تاخد اجازه بس مفيش فايده. ويوكي بيسالها لو الهدايا حاجه مهمه للبنات، وصوفيا بتتعصب عليه وبتقول له جوزي حكى لك حاجه ولا ايه. يوكي بيلحقها قبل ما تخش تعجنه تاني، وبيعرفها انه عايز يجيب هديه لسيليا عشان ده ممكن يبسطها. وصوفيا بتشجعه انه يعمل كده، وبتقول له طالما افعالك دي طالعه من قلبك يبقى توكل على الله وهات الهديه. وعمنا يوكي بيروح عشان يشتريها، وبيبدا يتخيل ان هو متجوز زي كلاي كده، وساعتها تبقى سيليا مستنيه يرجع من الشغل عشان يتغدوا مع بعض. وبيفتكر انه المفروض يعدي على رايفن النهارده، وبيوصل لسكن الفرسان اللي هو عايش فيه، وبيلاقي رايفن نايم على السرير وجاله اكتئاب. ويوكي بيلاقيه لسه زعلان من ساعتها، وبيقول له قوم يا بتاع هابي وبطل عياط. رايفن بيقول له انت عرفت الاسم ده منين؟ عمنا يوكي بيعرف ان هو وهابي صحاب من زمان، بس عايز يعرف هو قال لها ايه لما قابلها اول مره. احكي لي كده اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ورايفن بيحكي انه كان طالع في مهمه لوحده، ولقى 3 شباب بيحاولوا يتحرشوا بهابي. حرفيا المشهد ده اترس في مليون فيلم قبل كده، بس هنمشيها النهارده عشان خاطر عمنا رايفن. واول ما شافوا رايفن كانوا عايزين يضربوه. اول واحد هجم عليه عمنا رايفن وقعه بسهوله، والاثنين التانيين عرفوا ان هو واحد من فريق البطل، وبياخدوا صاحبهم التالت وبيهربوا بسرعه. ورايفن اول ما بيمشي هابي بتمسك فيه وبتشكره عشان انقذها من الكلاب دول. رايفن غلط واتكلم قدامها وقال لها ده شغل يا انسه، وطبعا كان محرج جدا من صوته قدام هابي، بس هابي بتعرفه ان صوته جميل جدا. ورايفن بيقول لها ان صوته مش لاقي على جسمه. هابي بتعرفه ان ده مش مهم ابدا، وانها كمان بتحسده على صوت الناعم، ومن ساعه ما سمع الكلام ده وهو معجب بيها. ورايفن عرف بعدها انها بتشتغل في قصر سيليا، ويوكي بيحكي له على كل اللي حصل. ورايفن بيعرف انه ساب مملكه الشياطين عشان خاطر سيليا، وبيكون فخور بيه بعد ما ساب بلده عشان البنت اللي بيحبها، ودلوقتي بقى مغامر قد الدنيا وبيكسبها بتعب وشقاء. ويوكي بيقول له خلينا في قصتك الاول، وبيعرفوا ان هابي مش بتعرف تتعامل مع الرجاله، وبيكون عندها تروما وصدمات من وهي صغيره. ورايفن بيعرف انه اتسرع وخلاها تخاف منه، ويوكي بيعرفه انه مش هو ده السبب فعلا، بس لازم يحاول مره كمان عشانها. وبيطلب يخرج معاها في المدينه النهارده، وبيروحوا محل هدايا عشان يشتروا هديه لسيليا. ويوكي بيلاقي السلسله اللي كان هياخدها قبل كده، وبيفرح ان مفيش حد اشتراها لحد دلوقتي. ورايفن بيفكر يشتري هديه لهابي، ويوكي بيختار معاه هديه مناسبه ليها. ورايفن خايف لحسن ترفض الهديه ولا حاجه عشان هو غريب عنها يعني ولسه ما تعرفوش كويس. يوكي بيقول له نفس الكلام اللي قالته له صوفيا، وبيعرفوا ان لو نيته خير يتوكل على الله. وانا حاسس ان هما الاثنين هياخدوا خازوق كمان شويه. وعملنا رايفن بيوافق يشتري الهديه، ودي هتبقى فرصه عشان يشوف هابي مره ثانيه. وبيرفض انه يتكلم مع البياعه، وبيكتب على ورقه كانه اخرس حرفيا. ويوكي بيعرف
بتعرف ان هو محرج يتكلم قدامها، وماكينه بتقفشهم هما الاثنين في محل الهدايا، وبتاخد بالها من يوكي اللي كان مع سيليا قبل كده، وبتقول لهم اللي جاب 2 رجاله لمحل هدايا بنات زي ده، انا هشك فيك انت وهو. بس عمال يوكي بيفضحهم قدام ماكينه، وبيقول ان كل واحد فيهم جاي يشتري هديه لحبيبته، وماكينه بتعرف ان هو معجب بسيليا من الاول، بس ما كانتش عارفه ان رايفن بيحب واحده هو كمان. عمنا رايفن بيكون متعصب ومش عايز يتكلم، وماكينه بتعتذر له عشان اتريقت على صوته في اول مقابله، ويوكي بيتفاجئ ان ماكينه عندها مشاعر زيهم، وبيعرف ان البت ام لسان طويل دي حاسه بالذنب فعلا، وماكينه بتطلب منهم يروحوا مكان تاني عشان تعرف قصتهم. عمنا يوكي بيكون رافض يروح معاه في حته، بس رايفن بيعرفوا انها مش هتسيبهم غير لما تعرف القصه، وبتقعد معاهم في الكافيه عشان تعرف كل حاجه. بس هما الاثنين قاعدين بياكلوا مش عايزين يتكلموا، وبيكونوا اتفقوا ان هم يقعدوا ياكلوا طول اليوم عشان مش هتعرف تاخد منهم معلومه وقت الاكل يعني. لا خطه ذكيه بصراحه، ما شاء الله عليك نبيه. وماكينه بتقول ليوكي انها تعرف معلومات كتير عن سيليا، وكانت ناويه تحكي له يعني عشان يقرب منها. طبعا عمنا يوكي بيخلص الاكل بسرعه عشان تحكي له، ورايفن بيستغرب انه اتضحك عليه بالسهوله ديت. وماكينه بتساله عن علاقتهم وصلت لحد فين. يوكي بيقول لها انه مش مرتبط بيها رسمي، وكمان سيليا جالها ارسال كتير الفتره اللي فاتت. وماكينه بتعرف ان البطل يونج اتقدم لها ورفضته، وبتقول لها حق ترفضه بصراحه عشان الواد يونج دايما بيضايقها، وكان دايما بيخش عليهم وهما بيغيروا الهدوم، وبيقصد يستحمى في المواعيد اللي هما بيستحموا فيها. ده غير انه مشهور وكده والبنات بتتجمع حواليه، لدرجه انه في مره اجل المهمه يوم عشان خاطر يقعد مع البنات. ده انت عيل زين ساعه فعلا يالا. وساعتها سيليا قالت له ان هو بتاع بنات فعلا، ومش لاقي عليه لقب البطل ده خالص، وكلهم كانوا خايفين من سيليا عشان لما بتتعصب بتبقى خطر عليهم. وماكينه بتسال رايفن عن الموضوع بتاعه، يوكي بيقول لها محدش يعرف حاجه عن الحب الطاهر ده، وماكينه بتتعصب عليه مره ثانيه، وبتقول له ان هي بتحاول تساعدهم، وبتطلع هي كمان مخبيه في قلبها وعايزه تتكلم. ورايفن بيسالها اذا كانت محتاجه نصايح رومانسيه، وبيعرفها انها ممكن تطلب من يوكي، وبتعترف قدامهم ان هي معجبه بيونج، بس يونج بيكرهها بسبب اخر حادثه حصلت بينهم، ورايفن هو الوحيد اللي يعرف الموضوع ده. يوكي بيحس ان موضوع ماكينه معقد فعلا، وبتطلب من يوكي يحلف ان هو يخبي السحر بتاعها، والسر بيطلع ان فرقه البطل اتهزمت كتير من حراس ملك الشياطين. وطبعا عمنا يوكي بيعمل نفسه متضايق، وبيكون ماسك نفسه وهيموت من الضحك قدامها. وماكينه بتقول ان اللي كان بيغلبهم شيطان مساعد للملك، وخلى شكلهم وحش وكسبهم اكتر من مره، وكل مره كان بيرميهم في قريه قريبه من البشر، وبيستغربوا ان سيبهم عايشين وكمان عالج جروحهم. وماكينه حست انه بيذلهم بالحركه اللي بيعملها. طبعا عمنا يوكي بيعمل فيها من منها، ولو عرفت ان هو الشيطان اللي كان بيهزمهم هتفضحه في المملكه كلها. وماكينه بتعرفوا ان هم كانوا دايما بيكذبوا على الناس، وبيعرفوهم ان الحرب لسه شغاله، وكانوا بياخدوا منهم اكل ومؤن عشان يستغلوا الموقف، ومحدش من النقابه يعرف بالموضوع ده ابدا. وطبعا كانوا بيعملوا كده عشان يحافظوا على كرامتهم، وخصوصا يعني البطل يونج لان هو القائد بتاعهم، وفضلوا يخسروا اكتر من مره لمده شهر كامل، وما كانوش عارفين يزوروا الحقيقه لاهل القريه. بس الموضوع انتهى لما الشيطان عرض عليهم ياخد سيليا رهينه، وساعتها هيخليهم يوصلوا لملك الشياطين، وماكينه هي اللي اقنعتهم يضحوا بحياه سيليا. ومن ساعتها يونج مش عايز يسامحها، ولحد دلوقتي مش عايز يفتح معاها الموضوع، وبتفتكر ان يوكي دلوقتي زعل منها عشان عرضت حياه سيليا حبيبته للخطر. ورايفن بيقول له ما ينفعش تلوم ماكينه لوحدها، وماكينه بتتفاجئ اول ما بيتكلم بصوته، ورايفن بيعرفها ان هو كمان شارك في الجريمه عشان فضل ساكت ساعتها وما عبرش عن رايه. ويوكي ما كانش يعرف ان اللي حصل ده عمل مشكله ما بينهم، وبيكون فرق بين اعضاء الفرقه بعد اللي عملوا معاهم، وبيعرف ان هم ما فتحوش الموضوع ده مع سيليا اساسا. وماكينه بتكون خايفه تتكلم قدامها، ومش هتقدر تقول ان هي عملت كده وضحت بسيليا، وان هي عملت كده بس عشان تحمي البطل يونج، واكيد سيليا مش هتسامحها لما تعرف الحقيقه. يوكي بيعرفها ان الموضوع كده مش هيتقفل ابدا، ولازم تروح تعتذر لسيليا بعد اللي حصل. وماكينه بتعرف ان عنده حق فعلا، وبتقول له ما انت طلعت بتفهم اهو مع ان شكلك عبيط. رايفن بيقول مفيش فايده في لسان امها الطويل ده، ورايفن بيقرر يقابل هابي مره ثانيه. بس اول ما بيوصلوا القصر بيلاقوا دوك مستنيهم، وبيسال يوكي مين الشياكه اللي جاي معاك ده. يوكي بيعرفه عليه وبيقول هو ده رايفن يا عم. ديوك اول ما بيسمع الاسم بيكون متعصب جدا، لانه عرف ان هو ده الواد اللي معجب بهابي، وبيروح يزعق فيه بيقول له انت اللي جابك هنا ياض، انت جاي تجرب حظك مره ثانيه ولا ايه؟ هي مش رفضتك مره يا عم، ما تخلي عندك كرامه بقى. يوكي بيتدخل وبيقول له اهدى يا عم شويه على الواد، هو ما عملش حاجه يعني، وبيعتذر من رايفن على اللي حصل. وبيعرفوا ان ديوك يبقى صاحب هابي من زمان، وهو بيعمل كده عشان خايف عليها مش اكتر. والواد ديوك مديله الوش الخشب على الاخر، وبيعرفوا انه مش هيسيبه ويضحك على البت الغلبانه دي. طبعا عمنا رايفن بيبقى ساكت ومش عارف يتكلم بسبب صوته، والواد ديوك بيبقى فاكر ان هو مش راضي يرد عليه، وبيقول له لا امشي من هنا طالما مش ناوي تتكلم، وانا مش هدي هابي الواحد جبان زيك مش عارف يتكلم اصلا. لكن في اللحظه دي رايفن اخيرا بيفتح بقه وبيتكلم، وبيقول له والله يا اخويا انا مش عارف اتكلم اقول ايه بالظبط، ومش عارف لما اقابلها هتكلم في ايه ولا اعمل ايه، انا متوتر بس شويه. ديوك بيقول له يا عيني يا ابني ده انت طلعت غلبان والله. وفي اللحظه دي هابي بتكون واقفه بعيد، وبتكون واقفه بتتكلم مع جيمي، وديوك اول ما بيشوفها بيقول لرايفن روح لها يا عم، روح لها وشوف انت عايز تقول لها ايه. يوكي بيروح له بيقول له ما تهدى على الواد
ماتش هو يا عم مش كده. ديوك بيقول له معلش يا اخويا والله، بس لازم نختبره واشوف اذا كان يستحق هابي ولا لا. وعمنا رايفن بيروح لها فعلا، واول ما بيشوفها بيعتذر لها عن اللي عمله المره اللي فاتت، ويطلع لها الهديه اللي اشتراها وبيقول لها تقبلي نكون صحاب ولا لا. هابي بتكون متوتره جدا ومش عارفه تقول له ايه، بس في الاخر بتوافق وبتاخد منه الهديه، بس بتقول له خلي بالك احنا اصحاب بس ها. وعمنا يوكي بيكون مغمى عليه وبيفضل يقول عايز اشوف سيليا، وجيمي بيقول له طب يلا نروح القصر بتاع الاميره سيليا. يوكي بيعرفوا ان سيليا مش هناك فمش لازم نروح، وعمنا يوكي بيكون زعلان ومتضايق، وده عشان بقاله اسبوع ما شافش سيليا، وهي بتكون عرفته ان فرقه الابطال كلهم مشغولين، وسيليا بتروح لكذا مدينه مختلفه عشان تعالج جروح الناس، وريفن بيكون هو قائد الفرسان ومكانها تبقى ساحره القصر، ويونج هو اللي ماسك الشؤون وقتال الوحوش القويه، وبسبب ان هم متفرقين محدش قادر انه يتكلم مع التاني، وعمنا يوكي بيكون زعلان لان كل ده حصل بسببه، وبيكون نفسه يقدر يساعدهم عشان يتجمعوا من تاني. وجيمي بيقول له كفايه ملل بقى وبينط على بطنه، وبيكون هو كمان متضايق لان دوك مش موجود وانضم للفرسان، بس فجاه هابي بتخش عليهم وبتعرفوا ان في رساله جات له من سيليا، وبتقول له ان هي هتكون في البيت النهارده. عمنا يوكي بيفرح جدا وبيقول اخيرا هقدر اديها السلسله بتاعتها، وبعدها بيكون بيتمشى في المدينه وبيقول انا ورايا ايه اعمله النهارده، وجيمي بيكون سابه وراح مع هابي عند القصر، ويوكي وهو ماشي بيلاقي ست غريبه بتنادي عليه، ولما بيقرب منها بتطلع ساحره وبتقول له على فكره انت حظك وحش جدا النهارده. يوكي بيقول لها الكلام اللهبل ده مش بعترف بيه، وبيقول النهارده هيبقى احلى يوم في حياتي، وده عشان هقدر اشوف حبيبتي سيليا. ويوكي بعدها بيروح لمحل الهدايا وبيكون في راجل مريب بيعمل حركات غريبه، ويوكي بيساله فين البنت اللي بتبقى موجوده هنا. الراجل بيعرفه انها مش موجوده وهو اللي شغال النهارده، وعمنا يوكي بيشتري حبه حلويات، وده عشان لما يروح لسيليا ما يخشش بايده فاضيه، وهو ماشي بيقول يا رب البنت ترجع تاني، ولما بيبص على الحلويات بتكون اتكسرت من حركات الراجل، بس لما يوكي بيجرب ياكلها بيلاقي طعمها حلو جدا، وهو ماشي فجاه بيخبط في راجل عملاق وبيقول له معلش يا دبابه ما كانش قصدي والله، ولما بيكمل ماشي في طريقه بيلاقي في حمامه هتعملها عليه، ويوكي بيقول انا حظي وحش جدا ليه النهارده، وبيكون في طفل صغير ماشي في الشارع وبيخبط في يوكي، وللاسف الاكل بتاعه بيقع على الارض، وبيفضل يعيط عشان سيخ اللحمه بتاعه وقع على الارض وباظ. يوكي بيقول له ما تعيطش طيب انا ما عملتش حاجه، وبيروح بعدها يشتري اكل مكانه عشان الواد ما يزعلش، وبيقول له خلي بالك بعد كده من الطريق وانت ماشي، والواد بيشكره وبيسلم عليه قبل ما يمشي، بس فجاه بيجي راجل غريب وبيخبط في يوكي وبياخد كل الفلوس اللي معاه وبيطلع يجري، وعمنا يوكي بيفعل وضعيه سونيك وبيجري وراه، وفي الاخر بينزل على دماغه وبيرجع فلوسه، ومش مصدق ان الواد الضعيف ده كان هيسرقه في الاخر، وبيقول له فين النهارده انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ وفجاه بيلاقي البطل يونج قدامه وبيقول له رجع اللي انت سرقته يا حرامي، ويونج بيفتكر ان يوكي هو اللي سرق منه الفلوس عشان شاف هو اللي بياخد الكيس والراجل وقع على الارض. ايوه ما كانت ناقصاك انت كمان. ويوكي بيقول له ان الكيس ده بتاعه، بس عمنا يونج مش بيصدقه وبيهجم عليه بالسيف. يوكي بيتفادى ضرباته بكل سهوله لحد ما كيس الفلوس بيتقطع وبيقع على الارض، ويونج لسه مكمل جري وراه في الشارع، وبيتفاجئ اول ما بيلاقي قدامه مجموعه من الفرسان، ويونج بيطلب منه يستسلم ويعترف بجريمته، ويوكي هنا بيتاكد ان حظه وحش فعلا النهارده، وبعدها بياخدوه على الاسم وبيتحبس في الزنزانه، وبيلاقي احلى يوم في حياته باظ على الاخر، وبيقول فين ايام زمان لما كنت مساعد ملك الشياطين، كان زماني معلقهم كلهم برجلهم دلوقتي. وبيتفاجئ اول ما بيلاقي ديوك قدامه وبيقول له انت اللي جابك هنا يا قائد، شكلك كده اتحولت المجرم بعد ما سيليا رفضتها. يوكي بيقول له يا عم انا ما لحقتش اشوفها حتى، وبيعرف ان الخبر وصل لرايفن ودلوقتي بيحقق معاهم عشان يخرجوا من هنا، وعمنا يوكي بيطمن لما بيعرف الكلام دوت، وبيتفاجئ اول ما بيعرف ان ديوك انضم للفرسان، ورايفن دلوقتي بقى القائد بتاعه، بس ديوك بيقول له انا عندي قائد واحد بس وهو انت، انا بس بعمل كده قدامهم عشان ما حدش يشك فيا. وديوك بيتفاجئ اول ما بيلاقي ريني قدامه، وبتكون زميلته في التدريب وبتطلب منه يرجع حالا، وبتعرفوا ان نائب القائد متعصب منه وبيدور عليه، وده عشان هو ساب مكان التدريب من غير ما يستاذن. ويوكي بيلاحظ ان ودانها طويله جدا وبيعرف ان هي من عفاريت الالف، وديوك بيقول لها خلاص يا ست هاجي معاكي بس هات المفتاح عشان اخرج الغلبان ده، وبيكونوا عرفوا ان يوكي بريء فعلا. وريني بتعرفوا ان البطل يونج عايز يعتذر له، وعمنا يوكي مش مصدق اللي سمعه، ويونج بياخده على قصر الكبابجي وبيجربوا المنيو كله، وبيقول له انا محضر لك طاجن ملوخيه هتاكل صبعك وراه، وبعدها بينسفوا الاكل هم الثلاثه. ويونج بيعرف ان يوكي يبقى صديق رايفن، وبيقول له ان رايفن اتخانق معاه بسبب اللي عمله وما كانش واخد باله منه لما شافه في الشارع، وبيفتكر انه كان مع سيليا في محل الهدايا قبل كده. ويونج بيساله انت ايه علاقتك بيها بالظبط؟ يوكي بيعرف ان هم مجرد اصدقاء، بس يونج مستغرب ازاي سيليا ما اتكلمتش عنه قبل كده. ويوكي بيتفاجئ اول ما يونج بيتحمس قدامه وبيطلب منه نصايح عشان يقرب من سيليا، ويوكي هنا بتجيله الصدمه يا عيني ومش عارف يقول له ايه، ويونج بيساله على نصيحه عشان يحسن علاقته بيها. وحتى عمنا رايفن بيكون هو كمان مصدوم، وهما الاتنين محطوطين في موقف صعب جدا قدام يونج، ويوكي مش مصدق انه هيدي نصايح للمنافس بتاعه، ومستغرب ليه يونج جاي يكلمه هو بالذات، والاحسن كان ياخد نصيحه من حد يعرفها من زمان. يوكي بيقول انا لسه عارفك من 5 دقايق يا عم انت، وبيعرفوا انه لازم يطلب النصيحه من حد تاني، ورايفن بيقول لهم من اولها كده انا ماليش دعوه، ويونج بيقول له اتكلم بصوتك يا عم ما تتكسفش، احنا هنا رجاله زي بعضينا.
ورايفن بينصحه يسال ماكينه، بس يونج بيكون رافض الموضوع ده من بدري لانه عارف ان ماكينه بتكره سيليا، ويوكي مش مصدق انها قالت كده فعلا. ويونج بيعرفوا ان ماكينه سابت سيليا في المعركه زمان، بس لحسن الحظ سيليا فضلت عايشه، وبيقول ان حتى لو هي بتكرهها ما كانش ينفع تضحي بيها. ويوكي بيساله لو الكلام ده كان حقيقي، وبيعرفوا ان ماكينه ما كانتش ناويه تتخلى عن سيليا. يونج بيقول له انت تعرف ماكينه مين يا جدع؟ انت ما كنتش معانا وقتها اصلا، غلبان يعني ما يعرفش ان يوكي اللي قدامه ده هو الشيطان اللي كان بيحاربهم. ويوكي بيعرف انه عنده حق، بس هو سمع القصه كامله من ماكينه وعارف ان في شيطان قوي هو اللي طلب منهم يسيبوا سيليا، وهم عملوا كده بس عشان يهزموا ملك الشياطين. يونج بيقول له ان ده حصل فعلا، بس هو كان رافض يسيبها في الاول، وماكينه هي اللي قالت ان هم لازم يوافقوا على العرض بتاعه، وما كانتش هتقول كده غير لو كانت بتكره سيليا. ويوكي بيعرفوا ان هم سابوها غصب عنهم، وماكينه كانت بتعيط وهي بتحكي اللي حصل، وكانت ندمانه جدا على اللي قالته وقت المعركه. يونج مش مصدق ان ماكينه بتعيط اساسا، وبيعرفوا ان هي اللي طلبت منه الموافقه على القرار ده، وبيفضل يقول ان هي اللي غلطانه. يوكي بيقول له فوق يا عم شويه وافتكر اللي حصل، وبيفكروا ان هو اللي خد القرار النهائي. يونج بيقول له هي ماكينه حكيت لك دي كمان، وبيعترف ان كل اللي قاله حصل فعلا، بس الموضوع مش زي ما هو فاكر، وبيفضل يقول ان مش هو اللي اتخلى عن سيليا. ورايفن بيقول له ما تحاولش تنكر يا عم انت. ويوكي بيفكروا ان هو البطل وقائد الفرقه، وما ينفعش يلوم صحابه على القرار اللي خده بنفسه، ولازم يبدا يتحمل مسؤوليه افعاله، ولو ما عملش كده يبقى ما يستحقش يكون قائد الفرقه دي. الله عليك يا عم يوكي، دماغ شيطان بصحيح. ويونج بينفجر من العياط بعد اللي هو قاله، ويوكي بيعتذر له بيحس ان هو زودها شويه، وبيطلب منه يهدي اعصابه، بس يونج بيكون فاقد اعصابه فعلا، وبيقول لهم ان هو يعرف ماكينه من ايام الطفوله، وكانت شخصيتها قويه جدا وهي اللي علمته القتال، وكانت دايما بتضربه اول لما يغلط، وفضلت تدعمه ووقفت معاه في كل المعارك، وكملت معاه حتى لما اختاروه بطل الفرقه دي. وبعد كل ده فضل يعملها وحش من ساعه المعركه، وما بيكونش عارف يصالحها ازاي دلوقتي. يوكي بيقول له سيبها تهزاك زي زمان، وبيعرفوا ان البنت اللي تشتمه يبقى اكيد مهتمه بيه، وبيقولوا لو الطريقه دي ما نفعتش معاك ما يبقاش انا يوكي. ويونج بيفرح جدا وبيقرر يعتذر لها، وبيشكر عمنا يوكي على النصايح الجامده دي. ويوكي بيعرف من رايفن ان يونج تصرفاته طفوليه، وبيعرف انه راح يقابلها دلوقتي. ويوكي بيقول له ربنا معاك يا بطل، بس يونج بيمسك ايده وبيعرف ان هو متوتر جدا، وبيطلب منه يجي معاه عشان يشجعه شويه. وعمنا يوكي بيلاقي نفسه اتحط في الموضوع، وبيروحوا هما الثلاثه على بيت ماكينه. ويوكي بيقول له خش بقى يا عم صدقتنا بقصتك دي، بس عمنا يونج بيكون لسه متوتر، وبيقول لهم خليكم هنا لحد ما اخرج من جوه. ورايفن بيقول له ما تنجز يا عم بقى. ويوكي بيعرف ان الموضوع ده هيأخره على ميعاده عند سيليا، بس هو فرحان عشان حل مشكله الفرقه كلها. ويونج بيخش على ماكينه اوضه نومها، مفيش حد بيصالح حد هنا يا عم انت، وبيلاقيها بتغير هدومها وبيسمع صوتها وهي بتصرخ، وبيعرف انه عك الدنيا كالعاده ومفيش فايده فيه. ويونج بيطلب منها تسمعه للاخر وبعدين تكمل سويت براحتها، وبيعرفها انه غلط كتير في حقها زمان. وماكينه بتقول انت داخل عليا اوضه النوم عشان تقولي الكلام ده. ويونج بيكمل كلامه وبيعترف بكل غلطاته، وبيقول انا عايزك تضربيني زي ما كنت بتعملي زمان. وماكينه بتفكر ان هو اتجنن فعلا، وبتقول له انا هضربك فعلا بس ده عشان دخلت عليا اوضه النوم. وبتجيب العصايه السحريه بتاعتها وبتكهربه فعلا. ويوكي بيطلب من رايفن يتدخل قبل ما تخلص عليه، وبيروح هو القصر سيليا عشان يلحق الميعاد بتاعه، وبيقابل الست اللي قالت له ان حظه زي الزفت النهارده، وبيقول لها بطلي كفر يا ست انت، انا برضو مش مؤمن بالحاجات اللي انت بتقوليها. ويوكي بيلاقي الحظ لعب معاه المره دي، والراجل بتاع الكعك محضر الطلب بتاعه من بدري، واخته الواد بتعتذر له على الطلب اللي فات عشان الكعك كله كان بايظ بسبب اخوها. ويوكي بيقول ان كان طعمه حلو جدا، بس البنت بتديله طبق كعك هديه عشان تعوضه. وعمنا يوكي بياخد الكعك وبيكمل جري على القصر بتاع سيليا، وفجاه بيلاقي ثلاثه من الحراس بيحاصروه في المكان، وبيتفاجئ ان هم تبع الواد الصغير اللي قبله الصبح، والواد بيكون حكى لهم على اللي عملوا معاه، وبيطلع ابن ناس غنيه ومحترمين، والخادم بتاعه جاي يعتذر له بنفسه، وبيعرفوا انه جري منه لما كانوا بيلعبوا مع بعض، وبيدي ليوكي وجبه مشاوي كاعتذار على اللي عمله. ويوكي اول ما بيوصل القصر بيلاقيها في وشه، وبتقول له اتاخرت ليه ايها الوغد، ومشيها معاها ايها الوغد عشان الرقابه وكده. يوكي بيعرفها انه كان مشغول طول اليوم، وبيلاقي سيلي قاعده بتقرا في كتابها المفضل، وبيقول لها انا حاسس انه عدى شهر من اخر مقابله بينا. وبتلاقي يوكي جايب لها تشكيله من الكعك والكباب المشوي، يعني هتتغدي كباب وتحلي بعدها على طول. ويوكي بيقول لها كل براحتك يا ستي، انا واخد الاكل ده كله ببلاش. وسيليا بتقوم عشان تحضر له الشاي، ويوكي بيستغرب ان هي اللي قايمه تحضره بنفسها، وبيعرف انها طلبت من صوفيا تعلمها ازاي تعمل شاي، دي على كده محتاجه كورس 8 ساعات عشان تعمل كوبايه قهوه. وعم يوكي بيكون فرحان جدا عشان اول مره يشرب شاي من ايديها، وبتتفاجئ اول ما بتعرف موضوع هابي ورايفن. ويوكي بيعرفها انه قابل ماكينه ويونج، ودلوقتي هما الاثنين رجعوا اصحاب زي زمان. وبيتفاجئوا هما الاثنين لما يونج بيخش عليهم، ويونج بيحاول يعتذر لها على اللي حصل قبل كده، وبيقول لها لو مسامحاني اديني بالقلم على وشي، بس ماكينه بتخش وتقوم معاه بالواجب، وبتقول له احنا مش جايين هنا عشان الهبل ده. ويوكي بيلاقيهم جايين مع بعض هما الثلاثه، وماكينه بتعتذر عن اللي عملته معاه في المعركه، بس سيليا بتكون نسيت
عرفت الموضوع ده من زمان، ويونج بيعرفها انها مش غلطه ماكينه لوحدها، وان هما الثلاثه شاركوا في الجريمه دي مع بعض وسابوها مع الشيطان المرعب لوحدها. سيليا بتعرفهم ان مفيش داعي للكلام ده دلوقتي، وانهم كان لازم يعملوا كده عشان ينقذوا المملكه، وكان لازم يضحوا بيها عشان يحاربوا ملك الشياطين. وملك الشياطين ساعتها كان متفاجئ بيهم ومش فاهم ازاي البشر دول بالقوه دي كلها، وساعتها يونج ضربه بقوه السيف المقدس، وملك الشياطين ما قدرش يستحمل الضربه، والفرقه ما كانتش مصدقه ان هم هزموه بالسهوله دي، وماكينه بترجع بسرعه عشان تنقذ سيليا، ودي الحقيقه اللي محدش فيهم يعرفها. بس سيليا بتكون هربت وبيتقابلوا في الممر، وبتعرف ان هم انتصروا على ملك الشياطين، وماكينه بيغمى عليها من كتر التعب، وسيليا بتعرف انها خلصت طاقتها كلها، وكانت عارفه انها رجعت عشان بس تنقذها، وبتعرفهم ان مفيش حد غلط في حقها. وفي الاخر كلهم رجعوا المملكه من غير اصابات، وكلهم بيعتذروا لسيليا مره تانية. ويوكي بيكون فرحان بعد ما الفرقه اتجمعت من تاني، وبعدها بيخرج مع سيليا في الجنينه، وبتعرف ان هو اللي نصحهم عشان يعملوا كده. ويوكي بيعرفها انه كان حاسس بالذنب من ساعتها عشان هو اللي خطفها وقت المعركه وعمل تفرقه بين فرقه الابطال. سيليا بتفرح جدا باللي عمله وبتشكره عليه، ودلوقتي بقى قريب من عيلتها واصحابها كمان، ده غير انه بدا يندمج مع العالم وتعود عليه. ويوكي بيطلع الهديه اللي اشتراها عشانها، وسيليا بتتصدم اول ما بتشوف السلسله، ويوكي بيعرفها ان هي دي اللي شافوها في محل الهدايا، وسيليا بتقبل هديته وبتكون طايره من الفرحه. ويوكي مش مصدق نفسه وبيعيط هو كمان، وبتقول له انت بتعيط ليه يا عم انت؟ انا اللي خدت الهديه. وسيليا اول مره تحس بالسعاده من ساعه ما يوكي دخل حياتها. الحب بيعمل معجزات يا جدعان. وتاني يوم بيروحوا يزوروا قريه جنب المدينه، وعمنا ميكي بيروح معاهم المره دي، وبيكون فرحان جدا عشان دي اول مره يركب عربيه بحصان. ويوكي بيعايره وبيقول له عشان انت طول عمرك فير يلا، وما كانش عايز ميكي يجي معاهم المره دي. وبنعرف ان هم رايحين يساعدوا سيليا في المهمه، ويوكي بيكون متعصب عشان جه معاهم المهمه دي، وكان عايز يقعد مع سيليا لوحدهم. الواد عايز يقول لخطيبته كلمتين في ودنها يا جدعان، وسيليا بتعتذر لهم عشان طلبت منهم المساعده، بس فجاه بتحس ان هي دايخه وعايزه ترجع. يوكي بيقول لها انت حامل ولا ايه؟ بس سيليا بتعرفه ان هي بتدوخ بسبب العربيه، وعمنا ميكي بيكون عنده حل للمشكله بتاعتها، وبيطلع دواء بيعالج الدوخه دي، وبيقول ان الدواء ده منقوع من وصفات الجنيات السحريه. وسيليا اول ما بتجربه بتحس بتحسن كبير، وميكي بيكون فرحان جدا وبيستفز فيك اكتر واكتر، وسيليا بتضحك وهم بيهزروا مع بعض، وبتكون مطمنه اكتر بوجودهم حواليها. ويوكي بيقول لها طالما احنا موجودين يبقى كله تحت السيطره. بس اول ما بيوصلوا القريه بيلاقوا اثار حريم موجوده على البيوت، وسيليا بتعرف ان قطاع الطرق هجموا على القريه، وبيجي زعيم القريه وبيستقبلهم على البوابه، وبيكون مستغرب من الاثنين اللي جايين مع سيليا. وسيليا بتعرف ان هم اصحابها ويساعدوها في المهمه، وبيخشوا المركز عشان يعالجوا المصابين، ويوكي وميكي بيساعدوها في عمليه العلاج. وسيليا بتروح عشان تعالج راجل كبير في السن، وبتتفاجئ ان هي شالت الاصابه في 5 ثواني بس، وبيقول لها العصايه اللي معاكي دي بتتباع فين يا استاذه؟ ويوكي بيكون فرحان وهو شايفها بتساعد الناس، وبيعرف ان هي بتبذل مجهود كبير جدا. وبيجي واحد بعدها ينادي على يوكي وبيقول له سيليا عامله شغل عالي جدا في العلاج، ويوكي بيكون مبسوط ان محدش فيهم مات وقت الهجوم. والراجل بيقول ان قطاع الطرق هربوا فجاه، وده حصل بعد ما ظهر شخص غريب وهجم عليهم، ومحدش يعرف البطل ده ظهر منين. ويوكي بيعرف ان هو فارس غريب مش من فرقه الابطال، وبعدها بيلاحظ ان سيليا بدات انها تتعب، وبيطلب منها تاخد استراحه وتكمل بعدين. بس سيليا بتكابر وبتقول ان هي تمام وزي الفل ومصممه تعالج كل المصابين دلوقتي. ويوكي بيستخدم تعويذه بتخليها تنام على طول، وفجاه بيغمى عليها وبتقع على ايده، والناس كلها بتتخض من المنظر. بس يوكي بيقول لهم ما تقلقوش يا جماعه دي نايمه عادي، وبيسالهم لو في اوضه هنا ترتاح فيها شويه. الواد يوكي ده طلع بيحبها فعلا يا جدعان، وخايف عليها يعني لحسن طرقت نفسها. وسيليا بعدها بتفتح عينيها، وبيكون يوكي وجيمي مستنيين ان هي تصحى، وبتكون صاحيه متعصبه وبتقول له انت عارف انا هقول ايه على اللي انت عملته. وطبعا عمنا يوكي بيعتذر لها، وده لانه استخدم عليها سحر النوم من غير ما يقول لها. يوكي بيقول لها ما كنتش عايزك تتعبي نفسك بالشكل ده، وبيعرفها انها لو فضلت تعالجهم كان هيغمى عليها. سيليا بتقول له عندك حق بس ما تعملش كده تاني. يوكي بيقول لها وعدك مش هتتكرر واحنا عالجنا الكرويين. وسيليا بتشكره عشان دايما بيحاول يساعدها، وعمنا يوكي بيكون محرج جدا ومبسوط ومش عارف يقول لها ايه. وبعدها بيخش زعيم القريه وبيطمن على سيليا عشان كان عليها، وبيقول لها انا جاي اقول لك على حاجه ضروريه لازم تعرفيها. وبيعرفها ان في بنت صغيره اسمها تيل عايشه في المدينه، وعايزك تيجي تبص عليها ضروري وتشوفي مالها. يوكي بيساله لو في حد من قطاع الطرق اذاها. الراجل بيقول له من حسن حظها ان محدش قابلها من قطاع الطرق، بس الراجل بيعرفهم ان هي مريضه ومش بتتحرك من السرير. وبيروحوا بعدها البيت وبيخشوا كلهم الاوضه بتاعتها، وسيليا بتعتذر ان هي جت بشكل مفاجئ وبتعرف نفسها، وبتقول لها ان زعيم القريه طلب مننا نيجي عشان نزورك. والبيت بيكون شكلها مريض جدا وعماله تكح، وجيمي بيديها علاج معين. ويوكي بيقول لها بعيدا عن شكله بس هو شاطر ما تقلقيش. وجيمي بيقول له قصدك ايه يا عم انت؟ ما اموره زي الفل اهو. وتيل لما بتشرب الدواء بتقول لهم ان هي حاسه بتحسن خفيف، وبتشكر جيمي عشان يديها علاج يقدر يساعدها، وبتقول دي اكيد استجابه حامل القريه. وكلهم بيكونوا مستغربين من الراجل ده اصلا. وتيل بتقول لهم ان حامل القريه ده الكل بيروح عنده عشان يتعالج، وبتحكي لهم ان هي مره في الطريق نامت على نفسها، وقطاع الطرق كانوا جنبها بس ما حدش لمسها بسببه، ومره تانية كانت هتموت بسبب الذئب، ولكن حامل القريه جه في اخر لحظه وانقذها منهم. وتيل بتكون مبسوطه جدا وبتفضل تشكر في الراجل.
الليل. وسيليا ويوكي بيفهموا ان حامل القريه ده مش شخص عادي. تيل بتقول لهم الموضوع مش غريب وهتفهموا لما تشوفوه. ولما بيروحوا عشان يشوفوه بيتصدموا من المنظر وبيعرفوا ان هو تمثال شيطاني من آلة ملك الشياطين. وفجاه المرض بيزداد على تيل وسيليا بتروح تشوفها وبتقول لها خلاص احنا مصدقينك بس تعالى نرجع البيت دلوقتي. ويوكي بيفضل يبص للتمثال وبيفهم ان جوه سحر ظلام. فالتمثال فجاه عينه بتنور وبيتحرك وبيهجم عليهم بسحر البرق. ويوكي بيقول ده نفس الوحش اللي كان موجود في آلة ملك الشياطين. بس فجاه عمنا جيمي بينزل على دماغه وبيكتفه في ثواني. ويوكي بيقول له انت سريع جدا يا عم جيمي وبيسال الوحش لو يقدر يتكلم. ويوكي بيقول لجيمي ما تقتلوش انا عايز اتكلم معاه. والوحش بيعتذر لهم لانه هجم عليهم من غير اي سبب وبيقول لهم ان هو خاف جدا لما ذكروا اسم آلة ملك الشياطين. ويوكي بيساله ازاي وحش زيك بقى حارس لقريه اصلا. الوحش بيعرفوا انه اتصنع عشان يكون حارس للمعبد بس اللي حصل ان قطاع الطرق سرقوه من فتره كبيره. والوحش لما شافهم بيهجموا على القريه استخدم قوته على قطاع الطرق وخلص عليهم. ومن ساعتها القرويين بيحترموه جدا وبيقولوا عليه حامي البلد. بس تيل هي الوحيده اللي فضلت تهتم بيه وبتزوره كل يوم وبتيجي تقعد تتكلم معاه وبتنضف له المكان كمان. ولما عرف ان قطاع الطرق كانوا جنبها قدر يحميها. يوكي بيقول ما انت طيب هو يا عم ومش عايز تأذي حد امال مالك. الوحش بيقول انا مجرد واحد عايش هنا مش اكتر يعني ومش ناوي اختلط مع البشر ولا عايز اذيهم. يوكي بيقول لجيمي تعالى اقول لك على حاجه وغالبا كده بيحاول يسووها عشان يرجع مع سيليا لوحدهم. ما يوكي ده مش غلبان برضه في الاول وفي الاخر ده ملك الشياطين يا جدعان. وسيليا بتفتكر ان هو سبقهم عشان عنده حاجه مهمه وبتقول ان جيمي ولد ظريف جدا رغم انه لسه صغير. وسيليا بتلاقي يوكي سكت فجاه وبيعرفها انه بيفكر في الشيطان اللي سابوه في القريه. سيليا بتقول ان وجوده في القريه خطر فعلا بس طالما مش بيأذي حد من السكان يبقى مفيش مشاكل. ويوكي بيعرف ان هو كان معزول لوحده طول الوقت عشان كده فضل معاهم سنين طويله. سيليا بتقول له نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين يا عم انت. ويوكي بيكون محرج جدا ومش عارف يتصرف ازاي ومش بيبقى عارف يفتح مواضيع تانية معاها وبيكون هما الاثنين سرحانين في الطريق. وسيليا بتتكعبل في شجره وهي ماشيه بس عمنا يوكي بيلحقها بسرعه قبل ما تقع وبيبصوا هما الاثنين لبعض بعد ما لمسها بالغلط وبيكونوا هما الاثنين محرجين من بعض جدا وكل واحد فيهم بيدي ظهره للتاني. ويوكي بيقول لها بيخلي بالك وانت ماشيه وبيعرفها ان المشي بالليل خطير جدا. وسيليا بتشكره كالعاده وبتكمل طريقها وبعدها بيسمعوا صوت الانذار في القريه واللي بيضرب الانذار بيقولوا ان قطاع الطرق رجعوا مره تانيه والناس كلها بتهرب قبل ما يقبضوا عليهم وقطاع الطرق بيسرقوا الاكل والفلوس. ويوكي بيكون رجع تاني مع ميكي وسيليا بتحذرهم قبل ما يهجموا عليهم بس عمنا ميكي بيكون راجع نعسان ومتضايق. ويوكي بيقول صح النوم يا عم انت عندنا معركه يا صاحبي. وميكي بيطير في الهواء بينزل ضرب فيهم وبيخلص على كل قطاع الطرق اللي في المكان. وسيليا مش مصدقه انه عنده القوه دي كلها. يوكي بيعرفها ان هو احسن تابع عنده وبيقرر يشارك في القتال بنفسه عشان يخلص عليهم وبيضرب 6 منهم بتعويذه الاعصار وبيطيرهم بعيد وبيكون في واحد جاي يضرب سيليا من ظهرها بس يوكي بيكهربه بسرعه بقوه البرق. وسيليا بتفرح جدا بعد ما انقذ حياتها وبيخلصوا الهجوم كله في 5 دقايق تقريبا. بس فجاه بيلاقي دخان جاي من ضريح حارس القريه ويوكي بيخلي ميكي يروح هناك بسرعه وبيشوف قائد قطاع الطرق جايب الكتيبه الثانيه وبيقول لهم ان 2 هفه زيهم مش هيقدروا عليهم. يوكي بيعرف انه هيقدر يهزمه لوحده اصلا وبيضربهم للمره الثانيه بتعويذه الاعصار وسكان القريه بيكتفوا المجرمين بالحبال. ويوكي مستغرب ان ميكي ما رجعش لحد دلوقتي وبيروح بعدها لتيل اللي بتكون واقعه جنب الحارس اللي انقذها والفارس اللي ضرب قطاع الطرق ماسك ميكي من رقبته. ويوكي اول ما بيوصل المكان بيرميه قدامه وبيقول له اخيرا ظهرت يا اسطوره ده انا كنت بدور عليك من زمان. ويوكي بيقول لهم الحيوان ده يا جدعان. سيليا بتعرفوا ان ده ميلر بطل امبراطوريه الجليس وشكله كده عيل قوي وحته تقيله في البلد. فانزل اعمل اللايك دلوقتي لو لسه ما عملتوش واشترك في القناه عشان فاضل لنا كام الف ونوصل 200,000 يا اسطوره. ويوكي اول مره يعرف ان في ابطال تاني غير فرقتهم وميكي بيقول لهم سيبوني يا جدعان اخلص على الواد ده. وسيليا بتقول له خليك يا عم هنا بدل ما تتضرب تاني وبيقول ان ميلر جه من ورا الحارس اللي كان بيحمي تيل وبعد ما ضرب الحارس هجم عليه هو كمان وكان بيحاول يحميهم هما الاثنين ولكنه ما قدرش عليه. وميلر بيكون مستغرب من اللي بيحصل وبيقول مين المتخلف اللي بيدافع عن شيطان زي ده وبيروح عند تيل عشان يخلص عليه. بس عمنا يوكي بيقرر يقف قصاده وميلر بيعرفوا ان هم لازم يقتلوا الوحش ده. ويوكي بيقولوا ان الوحش ده بيحمي البت تيل وميلر بيعرفوا انه ناوي يخلص عليها كمان. وهنا عمنا يوكي بيهجم عليه بقوه الصاعقه بس بيتصدم اول ما بيلاقي ميلر صد الضربه بسهوله. وسيليا بتطلب من يوكي يتراجع المره دي وبتعرفوا ان السيف بتاع ميلر بيمتص السحر. وميلر بيقول اسمع الكلام الشاطر وابعد عني احسن لك وبيقطع دراع الشيطان الحارس. وسيليا بتحذره لاخر مره وبتعرفوا ان لو اذى بنته الصغيره هتحصل حرب بسببه. وميلر المجنون ده بيكون فرحان جدا ونفسه الحرب تقوم من زمان عشان يقتلهم كلهم وبيطلع شخصيه سايكو بيحب القتل والدم وعايز يستغل الحرب عشان يقتل اكبر عدد ممكن من البشر. وسيليا بتعرف ان هو خاين عشان كده طردوه. ويوكي بيقول ان الواد ده ما ينفعش يهرب منهم بس ميلر بيفكروا ان السحر مش بيأثر فيه. بس عمنا يوكي مصمم وبيضربه بالسحر مره تانية بس المره دي بيضربه باعصار الرياح. وميلر بيمتص السحر بالسيف بتاعه زي كل مره وبيقول له انت بتضيع وقتك على فكره ومش هتقدر عليا وبعدين ما تجرب تستخدم سلاح تاني يا عم الحاج
انت. يوكي بيعرف انه ما يقدرش يستخدم غير السحر وبس، وبيضربه بعدها بكرات النار، بس ميلر بيتفاداها بسهوله، وبيعرف ان كل المجهود اللي بيعمله ده مالوش اي 30 لازمه. والشيطان الحارس بيعرف ان يوكي كده في خطر، ولو خلص كل الطاقه السحريه اللي عنده ميلر هيقتله بسهوله. وسيليا هي كمان بيكون خايف على يوكي. جرى يا جدعان، ده ملك الشياطين ولا انتوا نسيتوا ولا ايه؟ بس عمنا يوكي فعلا بيكون محضر له مفاجاه، وبيدمج قوه الصعق الكهربي مع سحر البلازما، وبيهجم بعدها مع ميلر بكل قوته. بس الواد حلوف ومش بيحصل له اي حاجه، وميكي بيعرف ان هو قوي جدا ومش مصدق ازاي ضربه سحريه زي دي ما اثرتش فيه. وميلر بيقول له هو ده كل اللي عندك ولا ايه؟ وهنا عمنا يوكي بيقرر يستخدم قوته الحقيقيه، وبيضربه بشعاع البرق مره تانية. وميلر متفاجئ من قوه السحر بالرغم انه مجرد انسان عادي، وبيعرف ان هو هيموت بعد ما يستهلك كل قوته. بس عمنا يوكي ما بيهموش وبيفضل مكمل عادي جدا. وميلر بيلاقي السيف بتاعه بدا يتشقق، ويوكي كان عارف انه مجرد سيف سحري من صنع البشر، واكيد مش هيقدر يمتص السحر اللي عند ملك الشياطين. وبيعرف ميلر ان نهايته قربت خلاص. وميلر بيقول له وريني الطاقه السحريه اللي عندك، وبيتصدم اول ما بيلاقي السيف بتاعه اتحول لتراب. ويوكي بيهجم عليه من غير سحر المره دي، وبيديله بوكس في وشه وبيطيره لحد الغابه. وبيقول له على فكره انت اللي استفزتني الاول، ولو فاكر انك جامد فانا اجمد منك بكتير. ويوكي بيفتكر ان ميلر خلاص استسلم، بس ميلر بيقوم مره تانية وبيرمي عليه سهم سحري، والسهم بيكون رايح في اتجاه الشيطان الحارس، وما بيكونش عارف يعمل ايه ولا هيقدر يتفاداه. بس فجاه بيلاقي تيل وقفت قدامه وخدت الضربه مكانه، والشيطان مش مصدق انها عملت كده عشانه، وتيل مبسوط عشان هي انقذته المره دي. وميلر المجنون بيفضل يضحك وفرحان جدا باللي عمله، وبيقول ان تضحيتها عشان شيطان ملوش لازمه فكره عبقريه فعلا. ويوكي بيعرف انه مش هيهرب بعد اللي عمله، بس ميلر بيقرر يحرق القريه كلها، وبيضرب سهم في الهواء وبيمطر عليهم ضربات سحريه. بس عمنا يوكي بيستخدم السحر بتاعه وبيعمل درع وبيحميهم من الضربات، وبيعرف ان ميلر عمل كده عشان يهرب من قدامهم. ويوكي بيلاقي تيل وميكو مصابين هما الاثنين، ومش مصدق ان كل ده حصل له بسبب غروره، وكان فاكر ان القوه السحريه اللي عنده هتقدر تحميهم كلهم، وبتكون دي اول معركه يخسرها في حياته. وعمنا يوكي بيتجنن ومش مصدق اللي حصل، وبيفقد السيطره على نفسه وبيتحول هيئته الحقيقيه. وسيليا بتلاقيه اتحول لشيطان ضخم باجنحه عملاقه، ومش مصدقه ان يوكي عنده الهيئه المرعبه ديت. ويوكي بيطير بسرعه ورا ميلر في الغابه، وميلر بياخد باله ان في حد ماشي وراه، وبيلاقي شيطان طاير في الهواء جاي ناحيته، وبيقول له انت جيت في وقتك يا فنان، عشان هو دلوقتي متعصب وعايز يطلع غضبه في القتال. وبيطلع السيف بتاعه عشان يبدا المعركه، بس عمنا يوكي بيمسكه من رقبته وبيثبته في الارض زي الفرخه. وميلر مش فاهم هو جاب القوه دي كلها منين، ويوكي بيعرف انه ضرب التابع بتاعه وقطع دراعه واجنحته، ولازم يحاسبه على كل الجرائم دي ويقتله. وميلر بيعرف ان هو سيد الشيطان الحارس وجاي لحد هنا عشان ينتقم منه. ويوكي بيديله شلوت بيطيره لحد نص الغابه، وميلر مش فاهم يطلع مين ده يا جدعان، وبيكون عارف ان ملك الشياطين اتهزم من زمان، بس مش فاهم الشيطان المرعب ده جه منين. بس فجاه عمنا يوكي بيظهر من وراه وبيقول احنا لسه بنسخن يا بطل. وميلر بيحاول يضربه بس مفيش اي فايده، ويوكي بيضربه في بطنه وبياخده ويطير. وميلر مش عارف هم رايحين فين بالظبط، ويوكي كان عايز يحرقه باشعه الليزر، بس بيفتكر سيليا وبتراجع في اخر لحظه، وبيكون متردد جدا ومش عايز يقتل الخنزير ده، وبيعرف ان هو شخص تافه وما يستحقش الموت، وبيقول له انت عندك فرصه دلوقتي ترجع لبلدك وما تشوفش وشك تاني. وفي الاخر عملنا يوكي بيرميه في النار وهو حظه بقى. وسيليا بتتفاجئ اول لما يوكي بيرجع لها من تاني، والحمد لله بيرجع لهيئته البشريه مره تانيه، وبيعرف ان ميكي وتيل نايمين دلوقتي. وسيليا بتلاقيه بينزف من دماغه، وبيقول لها ان ده طبيعي يعني بعد ما كسر القرن بتاعه. وطبعا سيليا بتخاف عليه وبتعالجه بنفسها، وبيكون سعيد انه رجع البيت سليم مره تانيه. وتاني يوم بيكونوا في البيت عند تيل، وبتطلب منهم يلاقوا طريقه تعالج بقى الشيطان الحارس، وده لان سحر الشفاء مش عارف يعالج اصابته، والعلاج الوحيد بتاعه موجود في مدينه ميرنافا. وسيليا بتعرفها ان الوحوش ما تقدرش تخش المدينه دي، بس عمنا يوكي بيكون عنده فكره تانيه، وبيقدر يستخدم السحر الارضي ويغير شكل الشيطان، وكده يقدر يخش المدينه كأنه واحد من الصحراء. وتيل بترجع معاهم على المدينه فعلا، وبتشتغل هي كمان خدامه في قصر سيليا، وامها بتوافق تشغلها في القصر طالما جاي من طرف يوكي. ويوكي بيطلب منها طلب صغير كده، عايزين نحط التمثال ده عندنا في القصر. وام سيليا بترفض الموضوع تماما، وبتقول ان التمثال ده شكله وحش جدا. وتيل بتفضل تعيط وبتنهار، وده عشان مامة سيليا هتبوظ الخطه بتاعتهم. وتيل بتضطر تحط الحارس في البيت بتاع يوكي، وبتنضفه من التراب بعد ما اتبهدل في القصر، وبتقول له شكلك حلاوته النهارده بعد ما نضفت يا عم الحارس. والحارس هو كمان بيطمن عليها وبيقول لها مفيش داعي تيجي هنا كل يوم. وتيل بتلاحظ ان يوكي مش موجود في البيت. الحارس بيقول لها انت لسه واخده بالك دلوقتي ولا ايه؟ وبيعرفها انه راح يزور سيليا في القلعه. وسيليا ويوكي بيجي لهم استدعاء من الملك دار، وبيكون متعصب جدا من اللي حصل، وبيكلمهم عن المصيبه اللي حصلت في القريه. ويوكي بيحس ان هو ملك متخلف ومش فاهم اي حاجه، وعمال يزعق من ساعه ما وصلوا. بس فجاه الملك دارت بيتكلم عادي وبيهزر معاهم كمان،
كمان، وبيطلب من سيلفيا تتكلم معاهم من غير رسميات، وسيلفيا دي بتطلع المساعده بتاعته، ويوكي بيفتكروا راجل مجنون ومش فاهم دماغه بالظبط، ودارت بيعتذر لهم عن الدخله بتاعته وبيقول لهم يلا بينا نخش في الموضوع على طول، وبيشكرهم عشان طردوا البطل ميلر وهزموا قطاع الطرق، وبيقرر يديهم مكافاه بعد ما انقذوا القريه، بس سيليا بترفض ومش عايزه اي مقابل على اللي حصل، وبتقول ده واجب عليها كعضو من فريق الابطال، وعمنا دارت كان متوقع ان هي هتقول كده، وبيسال يوكي لو هيقبل انه ياخد المكافاه. يوكي بيعرف ان عنده امنيه بس الملك مش هيقدر يحققها له، وبيقول ان لازم احققها بنفسي، ودارت بيفتكر انه عايز فلوس كتير بس بيتفاجئ انه رافض الفلوس والسلطه، وبيقول له طب انت عايز ايه يا عم انت؟ تيجي تاخد العرش مكانه وتبقى انت الملك ولا ايه؟ ما تقول يا عم نفسك ايه وانا هحققه لك وخلاص. يوكي بيعرف ان هو محتاج قلب سيليا، وسيليا بتكون محرجه جدا من اللي قاله، والموضوع بقى ملزق على الاخر يا عم يوكي، والباقي بيتصدموا وبيفتكروا ان في قصه حب بينهم، ودارت بيضحك وبيقول عندك حق فعلا انا مش هقدر احقق لك الامنيه بتاعتك. وبعد ما بيمشوا من المكان سيليا بتديله علقه محترمه، ويوكي بيعتذر لها عن اللي قاله قدام الملك، وسيليا بتعرف انه ده مش مكان مناسب عشان يعبر عن حبه، وبتقول له انت حرجتني جدا وخليت رقبتي قد السمسمه. وام سيليا بتتفرج على الخناقه وهي بتشرب الشاي، وبتكون مبسوطه جدا وهما بيتخانقوا مع بعضيهم، وسيليا بتعرف انه لازم يتحمل المسؤوليه شويه ويفكر ازاي يصلح الغلطه اللي عملها قدامهم. وهنا امها بتتدخل وبتقرر انها تعاقبه، وبتقول له انت مش هتشوف بنت تاني لمده شهر جاي. ويوكي وسيليا مش مصدقين اللي هي قالته، حتى سيليا ذات نفسها مش موافقه على القرار، وبتقول لها مش للدرجه دي يا حاجه الواد ما كانش يقصد برضه. وعمنا يوكي بيكون يغمى عليه بعد ما سمع الخبر، بس امها بتقرر تختبر حبها ليه، وبتقول لها وانت معترضه على القرار ولا ايه؟ وسيليا بتكون محرجه تتكلم قدامها، وامها بتقرر تخفف المده ل 15 يوم بس، وبتطلب من هاي بتطلعه بره القصر، وهاي بتاخده من قفاه وبتجره لحد الباب، وفي نص الطريق بتقف عند شباك الممر، وبتعرف يوكي ان ميكي قاعد لوحده من ساعه ما رجعوا، وعمنا يوكي بيعرف ان ميلر هو السبب، ومن ساعه ما ضربه الموضوع مؤثر عليه جدا، ومتضايق اكتر عشان ما قدرش يحمي تيل والحارس بتاعها، وتيل لسه قاعده مع الحارس بتاعها من ساعتها، وهابي بتاخد يوكي من قفاه وتوصله لحد البيت، ويوكي بيسلم على الحارس اللي قاعد معاهم، وبيقرر يسميه جاره عشان يدعي عليه في اي وقت، وتيل بتقول ان مهما حصل هيفضل جاره الحارس بتاعها، وجاره بيقول لك فيها كده يا بنتي وارجعي البيت بقى، بس تيل بتعرفه ان هي هتيجي تزوره مره ثانيه، وجاره بيقول لها يا ست سيبيني في حالي انا زهقت منك، ده لو حبيبك عسل يعني ما تلحسوش كله. وعمنا يوكي بيكون قاعد على السرير وبيقول انا شكلي بوظت الدنيا خالص، وجاره بيقول له انت عملت احكي لي يا عم انت. يوكي بيقول له انا عملت مشكله ومش عارف اشوف سيليا، والتمثال بيقول له حاول تعمل اللي تقدر عليه عشان تشوفها. يوكي بيقول له انت عندك حق على فكره وفاضل لي وقت كتير اشتغل شويه، ويوكي بيروح لكرامن زعيم النقابه، وده عشان يديله حبه مهمات يشغل بيهم وقته، ويوكي بيقول له انا عايز ابقى راجل يليق بسيليا. وعلى الناحيه الثانيه سيليا قاعده في الجنينه وبتحضر الشاي، وبتيجي مامتها فجاه وبتسالها الكوبايه الثانيه دي لمين يا عسل، وسيليا بتتكسف جدا وبتقول لها ليكي طبعا، وامها بتقول لها على كده يوكي بيعمل ايه في الوقت ده؟ الخادمه بتعرفها انه بيشتغل على نفسه جدا، وعمتنا سيليا بتكون سرحانه وعماله تفكر في يوكي. وعلى الناحيه الثانيه يوكي بيرجع البيت مره ثانيه، وجاره بيقول له انت شغال طول الليل والنهار كده ليه يا عم انت؟ يوكي بيقول له عشان اقدر اشوف سيليا من تاني، وجاره بيقول له في حاجه مهمه لازم تعرفها، وفجاه بيتحول لهيئته الحقيقيه، وبنشوف ان دراعه بيتاكل وجسمه بدا يتحلل، وجاره بيعرف يوكي ان الاصابه كانت خطيره فعلا، وبيقول له خلاص فاضل لي كام يوم واموت خالص. يوكي بيقول له انت ليه ما قلتليش الفتره اللي فاتت دي كلها؟ جاره بيقول له حتى لو كنت قلت لك مش هيفرق في حاجه، وبعدها بيطلب منه يخلي باله من البنت الصغيره تيل، وبيعرفوا ان تيل لحد دلوقتي لسه تعبانه بسبب مرضها. يوكي بيقول له ازاي يا جدع ده ميكي قال لي ان حالتها اتحسنت، وجاره بيقول له انا عارف انا بقول لك ايه لان كنت مراقبها وهي طفله صغيره وهي هتبقى وحيده لو انا اتدمرت دلوقتي. يوكي بيقول له ما تقلقش يا عم انا اخلي بالي من تيل، وجاره بيقول له يبقى انا كده اقدر امشي من غير اي ندى. بس عمنا يوكي بيتحمس فجاه وبيقول له تمشي تروح فين يا عم انت انا هنقذك برضه، عيب يا جدعان ده انا ملك الشياطين. بس جاره بيقول له مستحيل لان خلاص ما بقاش في وقت. يوكي بيقول له يا عم ما تقولش كده انا لازم انقذك لان الاوضه هتبقى وحشه من غيرها، وبيقول له على الاقل احاول اخليك قطعه اثريه. وعمنا يوكي بيروح المملكه وبيسال دوك عن حل للموضوع، دوك بيقول له ان في حل فعلا وتقدر تساعده لو اكلته حجر سحري. يوكي بيقول له يا راجل بسهوله كده لما كنت تقول يا عم من بدري، ودوك بينادي عليه وبيقول له استنى لسه ما خلصتش كلامي، ويوكي في الاخر بيستوعب وبيقول هجيب الحجر السحري ده منين يا جدعان، بس فجاه بيسمع صوت سيليا وهي بتنادي عليه وبتقول له الحق تيل بسرعه، وتيل بيكون شكلها مريض جدا، وعمنا ميكي بيحاول يديها علاج ويعمل لها كمادات، وميكي بيعرفوا ان حالتها صعبه جدا وبيقول لهم الناس استنزفت قوتها بشكل كبير. يوكي بيساله لو في حاجه يقدر يعملها عشان يساعدها، ميكي بيعرفوا انه محتاج عشبه اسمها الشفر. سيليا بتقول له ان العشبه دي بتنمو في الاماكن اللي فيها سحر. يوكي بيقول له خلاص انا هتصرف واجيب العشبه دي من اي حته، وسيليا بتقول له انا هاجي معاك، ويوكي بيشكرها على مساعدتها. وتيل بتصحى مخضوضه وبتحس ان جاره حصل له حاجه، بس ميكي بيقول لها ما تقلقيش يا ست انت ولازم ترتاحي في السرير شويه، وميكي بيقول ليوكي ما تقلقيش انا هخلي بالي من تيل. وبعدها يوكي بيسال سيليا هنشتري الاحجار دي منين بالظبط. سيليا بتعرفوا ان نقابه التجار بتبيع حاجات زي دي، بس هم ماشيين فجاه بتظهر ام سيليا في وشهم، ويوكي بيقول لها انا اسف يا حماتي والله اني كسرت كلمتك، بس البت دي كانت تعبانه جدا وانا اللي جيت هنا من نفسي يعني، بس هي بتقول له ما تقلقوش انا عارفه انكم خايفين على تيل والمفروض تلحقوا بسرعه تروحوا تجيبوا الاعشاب. لا احنا هنا حماتك اود يا يوكي، يا بختك بيه يا عم انت.
وبعدها بيروحوا عند النقابه عشان يجمعوا الاحجار السحريه، بس بيلاقوا الاحجار كلها خلصانه وحتى العشبه اللي بيدوروا عليها مش موجوده في المكان. جرى يا جدعان هو ايه النحس ده؟ وعمنا يوكي بيتضايق ومش عارف يتصرف ازاي، وزعيم النقابه بيوصل المكان والراجل مجهز له الاستماره وبيعرف يوكي انه وصل في الوقت المناسب. يوكي بيفتكر انه هيديله مهمه جديده وبيعرفوا انه ما عندوش وقت للكلام ده دلوقتي، بس عمنا كلاي بيكون محضر له مفاجاه وعارف انه محتاج الاحجار السحريه والعشبه اللي بيدور عليها، وجايب له مهمه قتل وحش مستخبي في منجم الاحجار السحريه. ومش كده وبس، لا ده بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، وبيعرفوا ان المكان ده فيه طاقه سحريه كبيره وعشبه الشفق اللي طلبوها موجوده هناك. عمنا يوكي بيفرح جدا وبيقرر يروح المهمه مع سيليا، وبيتحركوا هما الاثنين في الطريق للمنجم، وبيكون عدى يومين هم لسه في الطريق، وكلاي ومراته صوفيا بيكونوا معاهم، وسيليا بتشكر صوفيا عشان هي بتساعدهم، وصوفيا بتكون عملت كده عشان خاطر البت تيل، وده بعد ما اشتغلت خادمه معاها في القصر، وبتقول ان تيل واحده من بناتها ولازم تساعدها، وبيكونوا وصلوا للمكان اللي فيه المنجم، وصوفيا بتعرفهم ان هم يدخلوا المنجم بكره، بس عمنا يوكي مستعجل وعايز يدخل النهارده لوحده، بس كلاي بيعرفوا ان الوقت اتاخر جدا ونشاط الوحوش بيزيد جدا بالليل وممكن يتعرضوا لخطر كبير. يوكي بيعرف ان الوحش ده خطير فعلا وبياكل الاحجار السحريه ده عشان يتحول، ولو اكل كميه كبيره منها هيكون مضاد للهجمات السحريه، والخاصيه دي شبه الخاصيه اللي موجوده في السيف بتاع ميلر. وكلاي بيفكروا ان هم لازم يقتلوا الوحش عشان العميل اللي هيدفع طلب منهم الجلد بتاعه، ويوكي بيعرف انه مش هينفع يستخدم قوته المره دي، بس عمنا كلاي بيكون عنده خطه وبيقول ان هم مش لازم يستخدموا سحر الهجوم، بس ممكن يستخدموا السحر ويكتفوا بالوحش يعني، وبكده هيقدروا يقتلوه من غير ما يدمروا جلده. وتاني يوم بيكونوا جاهزين للمهمه، ويوكي بيتفاجئ ان صوفيا جايه معاهم بلبس الشغل، وبيقول لها انت هتحاربي معانا باللبس ده ازاي يعني؟ صوفيا بتعرفهم ان اللبس ده مناسب لكل المهمات، ده غير ان كلاي بيحب يشوفها وهي لابسه اللبس ده، ادي اخلت اللي يدخل المشاعر في الشغل، وبيقول لها ان لبس الخادمات ده لايق عليها جدا. ويوكي وسيليا بيحاولوا يفهموا الرومانسيه في الموضوع، لا عادي ده عنده فتش يا جدعان مش حوار. وبيدخلوا المنجم هم الاربعه، وبيلاقي الوحش قاعد بيتغدى الاحجار السحريه وعمال يبلع في الاحجار ولا كانه داخل سباق حتى، ويوكي بيقول لهم ده بياكل الاحجار كانه بياكل عنب يا جدعان، احنا لازم نلحقه ما يخلصها كلها. والوحش اول ما بيشوفهم بيرمي عليهم حجر كبير، ويوكي بيلحق سالي قبل ما الحجر يقتلها، وصوفيا بتدمر الصخور قبل ما توصل له، واهمنا كلاي بيستخدم قوته السحريه وبيضربه بتعويذه الشجام اللي عنده، ويوكي بعدها بيضرب الوحش بتعويذه السحريه، بس الوحش بيكون قوي جدا وحرفيا الضربه مش بتاثر فيه، وكلاي بيقول له بص ده كبد عن جلده، والوحش بيبدا يتعصب وبيتحرك ناحيتهم، ويوكي بيطلب منهم يشيلوا حركته الاول وبيضربوا بتعويذه بتجمده في مكانه، وسيليا بتستخدم قوتها وبتربط الوحش بالسلاسل، بس الوحش بيكون قوي جدا وبيجيب اخره منهم وبيتعصب وبيدمر السلاسل بكل سهوله وبيكسر الصخور اللي عملها عمنا يوكي، وسيليا مش فاهمه الوحش ده جايب القوه دي كلها منين، ويوكي بيسال كلاي ايه اللي عمل دلوقتي. كلاي بيعرفوا انه يخلي صوفيا تقرب منه لحد ما يبلعها وساعتها هتدخل جوه بطنه وتخلص عليه، وسيليا شايفه ان ده في خطر على حياتها، بس صوفيا بتكون متحمسه جدا لان هي متخصصه في الهجوم القريب، وكلاي بيقول لهم دي مراتي انا عارفها، ويوكي بيقول له طب يلا بينا، والمره دي بيشيل حركه الوحش بالصخور الجليديه، وسيليا بتكتفه بالسلاسل بسرعه، وعمنا كلاي بيستخدم السحر وبيحط مراته في كره حمايه وبيدخلها في بقه والوحش بيصرخ، والوحش لسه بيحاول يفك نفسه ويوكي بيمنعه، فبيبدا ينزل اجزاء صغيره من جسمه، والاجزاء دي بتتحول لوحوش صغيره بتهجم عليه، وسيليا بتخاف اول ما بتشوفهم جايين عليها، وكلاي بيطلب منها تتحمل دقيقتين كمان، والوحوش الصغير دي اول ما بيقربوا يوكي بيضربهم بالسحر بتاعه، بس برضه الضربات السحريه مش بتاثر فيهم، فبيقرر يخش عليهم ويكسرهم كلهم، والوحش بيقدر يفك نفسه بيوقع سيليا وبيقرب منها عشان يخلص عليها، وفجاه بيحس بوجع شديد في بطنه، وبتكون صوفيا خلصت عليه وبتخرج منه مره ثانيه، وكلاي بيفرح جدا وبيروح يطمن عليها وبياخدها بالحضن وبيسالها اذا كان حصل لها حاجه وهي جوه الوحش، وصوفيا بتفرح اول ما بتحس انه خايف عليها، ويوكي بيقول واضح ان جوز العصافير دول بيحبوا بعض جدا، وصوفيا بتقول كفايه رومانسيه يا عم انت، عايزين ندور على العشبه اللي جايين عشانها، وفعلا يوكي وسيليا بيتخضوا وبيطلعوا يجروا، وسيليا بتوصل عند مكان شكله جميل جدا وبتلاقي العشبه موجوده بكميات كبيره في الارض، وبيخرجوا كلهم بعدها من الكهف، ويوكي بيقول لهم لازم نروح ميرفيا في اسرع وقت ممكن، بس زعيم النقابه بيعرفوا ان الغابه خطر دلوقتي وللاسف مش هيقدروا يتحركوا، وان شاء الله هيباتوا هنا ويتحركوا الصبح بقى. يوكي بيقول يا عم ما تقلقش عليا، بس سيلي هنا بتتدخل وبتقول له الزعيم عنده حق ولازم نتحرك بكره بدري، وبعدها بيروحوا الفندق وكلهم بيناموا، بس يوكي بيتسحب من وراهم عشان يمشي بالليل، وبيتفاجئ اول ما بيلاقي سيليا قدامه وبتديله العشبه بنفسها وبتقول له ممكن يروح لتيل دلوقتي. يوكي بيقول انت عرفت ازاي ان انا همشي بالليل؟ سيليا بتقول له ان هي كانت متاكده انه هيعمل كده، وبيودعها وبيطير عشان يوصل هناك بسرعه، وبيوصل بعدها عند جاره وبيحاول انه يصحيه، ويوكي بيكون قلقان وبيفتكر انه اتاخر عليه وبيفضل يخبط فيه عشان الواد يقوم ويرد عليه، بس فجاه جاره بيطلع شعاع من عينه وبيساله ايه اللي حصل مع تيل. يوكي بيقول له ما تقلقش عليا يا عم انت، وجيمي موجود هناك معاها عشان يخلي باله منها، وجاره بيكون فرحان ان في حد مهتم بيها، ويوكي بيحاول يطلع الاحجار السحريه اللي معاه وبيقول له جاره انه لازم ياكلهم بسرعه، لكن جاره بيقول له الموضوع صعب جدا وهو مصاب دلوقتي ومش عارف ياكل الكميه دي من الاحجار، لكن يوكي من غير ما يسمع كلامه بيحطهم في بقه مره واحده، وبيقول له انت عايز تيل تسال عليك لو حصل لك حاجه ولا
ايه، والبت الناحيه التانيه بتعفر مع المرض بتاعها، وانت اكيد مش عايز تستسلم بالسهوله دي. وجارو فعلا بيفتكر تيل وانها كانت دايما بتقوله انها بتاخد قوتها منه، وفجاه حجر من الاحجار دي بينور معاه وبيبدا جسمه انه يسخن من تاني وبيرجع مره تانيه لطبيعته، وبيكون متاكد ان اللي حصل ده معجزه. وعلى طول يوكي بيترمي الشباك وبيوصل عند تيل وبيحاول انه يصحيها عشان يطمن عليها، وهو وجيمي بيدوها العلاج فعلا. ويوكي بيقرر يرجع لسيليا بسرعه عشان زعيم النقابه وصوفيا ما يعرفوش انه ملك الشياطين. وجارو بيشكر جيمي عشان كان بيساعد تيل الفتره اللي فاتت وكان دايما بيحاول يحميهم هما الاثنين. ويوكي كمان بيشكره على كل اللي عمله، وتيل بتكون قلقان على جارو، وده عشان دراعه بيكون مقطوع في اخر المعركه. بس جارو بيقول لها ما تقلقيش وانا دراعي رجع من تاني. وبعدها بنشوف سيليا ويوكي مع بعض في العربيه، وطبعا عمنا يوكي مات على نفسه عشان ما نامش بقاله يومين، وكلهم بيكونوا مستغربين اللي هو بيعمله، احنا لسه صاحيين من النوم يا عم انت. وطبعا بيبقى قاعد يشخر ويقول كلام مش مفهوم وهو نايم، بس غالبا كده عمال يردد اسم سيليا. ولحد هنا بيخلص الجزء الاسطوري من الانمي بتاعنا. لو عجبك انزل اعمل لايك واشترك في القناه، عايزين نوصل 250,000 بسرعه يا اساطير، واستنوني في فيديو جديد وحكايه فان بكره، وسلام.